في عالم البيزنس انت مش بتاخد فلوس قصاد الوقت اللي بتشتغله، لكنك بتاخد فلوس قصاد القيمه اللي بتقدمها وحجم المشاكل اللي بتقدر انك تحلها او حجم الوقت اللي قدرت توفره للناس في انهم يعملوا حاجه معينه. الاوتوميشن هو مجرد ادوات مربوطه مع بعض بتساعدك انك تعمل الاثنين، انك تحل مشاكل موجوده فعلا في ارض الواقع وتوفر وقت ومجهود بشري كبير. في الكورس اللي فات اتكلمنا عن الاوتوميشن والمفاهيم الاساسيه بتاعته وعملنا تطبيقات عمليه مع بعض، لكن الكورس ده مختلف تماما، لان الكورس ده رغم اني بشرح فيه اثنين من اقوى الاوتوميشنز اللي مطلوبين بشكل كبير واللي بيحلوا مشاكل وبيقدموا قيمه كبيره جدا، وهم ازاي انك تعمل اوتوميشن او مساعد ذكي على واتساب يفهم الرساله بتاعه العميل سواء كانت نص او صوت او صوره، وبيرد على العملاء بالشكل المناسب وبالداتا اللي انت بتوفرها له، وده هيساعدك توفر وقت ومجهود كبير، وكمان هيحسن من تجربه الدعم للعملاء بشكل كبير. وده اوتوميشن ممكن يتم استخدامه في انواع كتيره من البيزنسز، والفكره ان الاوتوميشن ده مش مشروع بشكل كويس، ولو شفت ليه شرح صدقني وانت بتجرب هتلاقي ان في عناصر كتير واقعه منك. في الكورس ده هشرح لك الاوتوميشن ده بالتفصيل وهعرفك كل الابعاد اللي هتحتاجها علشان تعمله بشكل مظبوط. والاوتوميشن الثاني وهو اوتوميشن صناعه الفيديوهات ونشرها بشكل آلي، اليوتيوب اوتوميشن او ما يسمى بالفيسلس فيديوز اوتوميشن. في الجزء الاخير من الفيديو ده هعرفك فيه ازاي ان انت تجيب عملاء للاي اي اوتوميشن بحيث ان انت تقدم لهم خدماتك. هقول لك على 3 طرق تقدر انت تجيب بيهم عملاء وتقدم لهم اي اي اوتوميشن. لو نفذتهم كلهم او نفذت حاجه منهم بنسبه كبيره ان شاء الله تضمن ان انت تجيب عملاء تقدر انت تشتغل معاهم في المجال ده. وبرضه رغم الكلام الجميل ده انا في الكورس ده هشرح لك ازاي الاوتوميشن اصلا بيشتغل من تحت بحيث انك تبقى فاهم الفكره بشكل كويس وتقدر تعمل اي فكره اوتوميشن تيجي في بالك. يفضل جدا انك تشوف الكورس اللي فات قبل ما تشوف الكورس ده لو ما شفتش الفيديو اللي فات، واللي هسيب لك الرابط بتاعه في اي مكان. واول حاجه حابب ابدا بيها هي افضل طريقه تقدر انك تستضيف بيها الاوتوميشن بتاعك اونلاين من وجهه نظري. فمن غير كلام كتير يلا بينا ندخل على التطبيق العملي. طيب خليني اكلمك عن افضل طريقه تقدر بيها ان انت تشغل الاوتوميشنز بتاعتك واللي انا نفسي بستخدمها وشايف ان هي طريقه كويسه جدا. لو رحنا هنا عن N8N هتلاقي ان الشهر ب $20 و1 shared project unlimited users مش عارف كذا 50 AI workflow builder credits. بس هنا انت عندك limitations حتى وانت واخد الباقه اللي هي ب $20 و$20 انا شايف ان هو مبلغ كبير الصراحه. طيب ايه الحل اللي انا استخدمته او الحل اللي انا شايفه مناسب؟ بكل بساطه هوستنجر عندهم حاجه اسمها سيلف هوستد N8N بالشكل ده. في عندهم اكتر من باقه. الحلو في الباقات اللي عند هوستنجر ان هي فيها unlimited workflows، انت تقدر تعمل workflow زي ما انت عايز، فبالتالي انت لو قدرت تجيب عدد عملاء بس صغيرين هيغطوا لك التكاليف بتاعه الباقه السنويه كلها وهتقدر انت تكسب منهم. بل بالعكس ده اسلوب من الاساليب ان انت تقدر تشتغل بيها في الاوتوميشن، ان انت بتسيلف الهوست او بتحط الاوتوميشنز بتاعت الناس عندك وتحاسبهم بشكل شهري. ودي من الاساليب الكويسه جدا اللي انا شايف ان هوستنجر بالباقات اللي عندهم بتديك مساحه ان انت تعمل حاجه زي كده وان انت تكسب فلوس عن طريق حاجه زي كده. وهكلمكم قدام شويه ان شاء الله ازاي ان انت تجيب عملاء للاوتوميشنز بتوعك. في هنا اكتر من باقه. بالنسبه لي رحت للكي في ام 2 شفتها مناسبه ليا وحسيت ان هي ال2 سي بي يو كورز مناسبه 8 جيجا رام حلوين جدا، فبالتالي هيشغلوا الحاجات اللي انا عايز اشغلها الاوتوميشنز بتاعتي وبتاعت الناس اللي انا هحط الاوتوميشنز بتاعتهم عندي هيشغلها بشكل كويس ما فيش فيها اي مشاكل. فانا بالنسبه لي رحت لدي. بعد ما توصل لدي هتدوس على تشوز بلان، هتيجي هنا تختار الوقت اللي انت عايزه، شهر 12 شهر سنتين، اختار زي ما انت عايز. وبالنسبه للكوبون فاختار كوبون سنتاكس هيديك خصم 10%. لما تيجي هنا تحت اتاكد ان انت مختار N8N هنا في الابلكيشن، اتاكد ان انت مختار N8N وبعد كده امشي مع الاعدادات بشكل عادي. طيب لما تدخل على هوستنجر على الشمال هتلاقي حاجه اسمها VPS بالشكل ده، هتلاقي ظهر لك كده حاجات غريبه. ادخل على اداره بالشكل ده ودوس على، خلينا هنا نعمل دي تخطي، اداره التطبيق. لو ظهر لك سيرفيز زي اللي ظهرت دي اعمل نيكست 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 مفيش اي مشكله. بعد كده هتمشي في الستبس العاديه لان انا كنت خدت الهوستنج اصلا قبل كده، فهتلاقي ان انا خلاص دنيتي جاهزه. هتمشي في الستبس العاديه تحط اسمك الايميل الكلام ده كله، وهيبعت لك توكن على الايميل تستخدمه وتحطه عندك. الموضوع سهل وبسيط جدا. التوكن اللي بيجي لك على الايميل هتيجي هنا في السيتنجز وهتدوس انتر اكتيفيشن كي بيبعته لك هو على الايميل بعد ما تشتري وتحطه هنا. ده مش اعلان لكن هتلاقي الرابط بتاعي في الوصف بتاع الفيديو تقدر انت تستخدمه. ده هيفيد المحتوى اللي انا بعمله وهيساعدني ان انا اعمل محتوى احسن، وفي نفس الوقت انت هتاخد خصم وهتستفيد. فوين وين سيتويشن. ويلا بينا نكمل في الشغل بتاعنا. دلوقتي احنا هنبدا نشرح واحد من اهم الاوتوميشنز اللي انت ممكن تعملها في حياتك، وهو اوتوميشن مهم جدا لان هو مرتبط بالواتساب، والواتساب ناس كتيره جدا بتستخدمه. فالسلايد دي انا حابب ان انا امهد لفكره ايه البين بوينتس بتاعه الواتساب
والاوتوميشن بتاع الواتساب فروم بزنس انجل او من منظور البيزنس. في اوقات كتيره بشوف ناس بيتعلموا حاجات تقنيه لكنهم ما بيفهموش هم بيخدموا عليها او بيستفيدوا منها ازاي. البرمجه كمثال مثلا، في ناس ما بتكونش فاهمه ازاي البرمجه بتخدم على البيزنسز، فبيتعلموا الاكواد وبعد كده ما بيبقوش عارفين يقنعوا العملاء او مش قادرين يلاقوا العملاء المناسبين. ففي السلايد دي احنا هنتكلم الواتساب اوتوميشن بيعالج ايه. فلو انت حد عنده بيزنس او حد يقدر ان هو يعمل اوتوميشن ده لنفسه، هتفهم بالظبط ايه الزوايا اللي انت تقدر تكسبها من خلال الاوتوميشن ده. وفي نفس الوقت لو انت حد عايز تشتغل في الاوتوميشن، فانت هتكون فاهم المشاكل اللي عند العملاء اللي انت تقدر تعالجها بالاوتوميشن ده. طيب، هنا احنا عندنا اكتر من حاجه. عندنا هنا فكره البين بوينتس من مشاكل الناس اللي عندهم واتساب، اللي عندهم حاجات زي اي كوميرس مثلا، بيقدموا خدمات اونلاين. الحاجات اللي زي كده، حد بيعمل اعلان على فيسبوك، ان هو بيجيله بيضيع وقت طويل جدا في مهام متكرره، زي ان هو يقعد يرد على العملاء نفس الردود تقريبا، مفيش جديد، يعني مفيش حد يجيب حاجه جديده. في الاخر انت عندك منتجات معينه او بتعمل حاجه معينه او بتبيع منتج معين او بتقدم خدمه معينه، فهو نفس الردود بتردها على الناس، فموضوع ممل ومتعب. مفيش اي قيمه تقريبا حد بيعملها في ان هو يقعد يرد على الناس. وبعدين بيكون في الرد بيكون بطيء، انت ما بتردش بسرعه. يعني لو حد بعت لك رساله، انت ما بتردش مثلا في نفس اللحظه، لا انت بتستنى وقت عقبال ما انت تفتح، لو بتعمل حاجه، لو مشغول، لو كذا، وبعدين بترد. وكمان بيكون الكوست بتاعتها عاليه، او على الاقل ليها كوست. يعني انت لو هتوظف حد يمسك لك الواتساب بتاعك او الحاجات اللي زي كده، دي بيكون لها كوست، بيكون ليها تكلفه. او اقصد من منظور ان بيزنس معين يجيب حد يوظفه. وفي نفس الوقت poor customer experience، تجربة مستخدم ضعيفة. النهاردة لو أنا مثلا فتحت بالليل صدفة وشفت إعلان لحاجة عجبتني، وبعت له إن أنا عايز أعرف التفاصيل بتاعتها، وهو مش فاتح بالليل، فعقبال ما يرد عليا الصبح أكون أنا أصلا شلت الفكرة من دماغي. فهنا في poor customer experience، في تجربة مستخدم ضعيفة. لكن الأوتوميشن هو بيرد في نفس اللحظة. طيب، هنا ميسي داتا اند ورك فلو، بتلاقي ان الدنيا داخله في بعض. ده ممكن يبقى على الكونسبت بتاع الاوتوميشن بشكل عام. طيب، نيجي لفكره فروم بزنس انجل. انا هنا عايز اعرض الحاجات دي علشان تقتنع ان اللي احنا هنعمله ده، انت بتقدم حل لحد، بتقدم قيمه لحد. مش ان احنا مجرد هندخل نربط نودز مع بعض، ده بيبعت لي ده ومش عارف ايه، وندخل على فيسبوك نعمل ان هو كده بنعمل اي حاجه ملهاش لازمه. لا، انا عايزك تفهم القيمه ورا الحاجه اللي احنا بنعملها. طيب، اول حاجه بالنسبه لاي حد صاحب بيزنس، انت البيزنس بتاعك هيكون شغال 24 ساعه، 7 ايام في الاسبوع، ما بياخدش اجازه. انت عندك ايجنت او عندك اوتوميشن او عندك موظف 24 ساعه، كل الوقت قاعد، ما ورهوش اي حاجه، فاضي خالص، متفرغ للقصه بتاعتك دي. في نفس الوقت انت تقدر تعمل سكيل بالشكل اللي انت حابه. من قريب عملت الاوتوميشن اللي احنا هنتكلم عليه ده الدكتور، كانت مشكلته ان هو بيعمل اعلانات، فلما بيعمل اعلانات بتجيله رسائل كتيره جدا، فما بيعرفش يرد على كل الناس اكيد، وفي رسائل بتضيع في النص، وفي ناس بيرد عليها بشكل مستعجل، فالموضوع كان بيقع منه. فهنا احنا حلينا المشكله دي، ان هو مش قادر يزود الكوست بتاع الاعلانات، لان هو بيجيله ناس كتيره بيسالوه مش قادر يرد عليهم. فانت متخيل لو هو مثلا بيصرف 1000 جنيه اعلانات، جه بعد كده صرف 5000 جنيه اعلانات، فحجم الرسائل اللي هيجيله هيكون مجنون، مش هيقدر ان هو يستوعبه، مش هيقدر ان هو يتجاوب معاه. لا، لكن الاوتوميشن بيخليك ان انت تسكيل البيزنس بتاعك من غير ما ان انت تهايرنج مور بيبل، مش تعمل هاير للناس جديده. هو الاوتوميشن بس اللي موجود عندك. لكن الطبيعي في الكيس العاديه او في الحاله العاديه، لو الدكتور ده عايز ان هو يتوسع اكتر، وعايز ان هو يعمل اعلانات اكتر ويجيب عملاء اكتر، فهو هيهاير الناس اكتر علشان يمسكوا الرقم بتاع الواتساب. وفي نفس الوقت انت بتقلل التكلفه، لان الكاستمر سبورت لو هو مثلا ب 2000 3000 4000 جنيه، فالاوتوميشن في الغالب تشغيله هيكون ارخص، وبتنكريز الريفينيو فروم ذا سيم ترافيك. الترافيك اللي بيجي لك، الناس اللي بيكلموك، بتقدر ان انت تحقق اكبر استفاده منهم، لان الايجنت بيحلل الكلام، الاوتوميشن بيحلل الكلام، بيفهم العميل، بيفهم متطلباته، عنده صبر ان هو يرد عليه. عكس الكاستمر سبورت اللي هو الهيومن البشري، مش دايما بيكون في نفس المود ان هو يقعد يرد على الناس. ده انت السؤال ده غبي قوي، انت بتسالني انت السؤال ده بديهي. انا احيانا الصراحه بشوف حاجات بحس ان هي بديهيه قوي ان الناس تسال فيها، فاحنا مش كلنا عندنا نفس المنظور، مش عندنا نفس الصبر، مش عندنا نفس الخلق ان احنا نرد على الناس. لكن الاوتوميشن ما عندهوش مشكله،
فيا رب ان السلايد دي تكون واضحه والفكره دي تكون واضحه. طيب دلوقتي خلونا بقى احنا هنتكلم ايه الاوتوميشن اللي احنا هنعمله. الاوتوميشن ده هنعمله ازاي؟ الاوتوميشن بتاع الواتساب غالبا بيتشرح كالتالي: ان حد بيبعت رساله، الايجنت بيحللها بناء على داتا احنا بنديها له، واحنا بنرد عليه وبيرجع يرد عليه في الواتساب. ده جميل جدا، هو ده اصلا فكره الكاستمر سبورت. التريك هنا فين او الشغل فين؟ وانا مش شايف ان هي حاجه صعبه، يعني احنا هنعمل بريك داون كده، هنبسط الامور مع بعض ان شاء الله بحيث ان الفكره تبقى مفهومه بشكل واضح جدا. الشغل ان انت تربط فكره ان فيسبوك لما حد يجي لك رساله على رقم معين يعرف ان حد جالك رساله ويبعت للايجنت والايجنت يرجع يرد. دي فيها شويه تريكات على فيسبوك هنتكلم فيها، وهنتكلم في زوايا كده بسيطه ما شفتش حد بيشرحها خالص، ليها علاقه بان انت تربط مع فيسبوك او مع واتساب. لان الزوايا دي فعلا حتى حاولت ادور على مقال على فيديو بيتكلم عنها، لقيت ان هي لا موجوده في فيديو عربي ولا مقال عربي ولا اجنبي. يمكن تكون موجوده بس انا ما وقعتش عليها، بس فعلا قعدت وقت ان انا ادور ان هي موجوده ولا لا. لكن احنا هنعمل مستوى اعلى من كده. احنا هنخلي لو حد بعت لنا صوره هنخلي الايجنت بتاعنا يفهمها ويقدر ان هو يرد عليه، او فويس هنخلي الايجنت بتاعنا يفهمها ويقدر ان هو يرد عليه، بحيث ان احنا نبقى واخدين كل السيناريوهات. في الغالب علشان اكون صريح، فكره الكاستمر سبورت الناس بتتشات، يعني نادرا لما تلاقي ان حد هيبعت لك صوره او يبعت لك فويس، ده مش احتمال شديد يعني، بس قصدي تحسبا لاي سيناريو. احنا كمان هنهندل فكره الايمج، وهنهندل فكره ان هو يبعت فويس. طيب في الوقت الحالي الايجنت اللي احنا هنعمله احنا هنغذيه بس ببرومت. يعني هقول له مثلا ان انا مصطفى، عندي منصه اسمها سنتكس اكاديمي، ببيع عليها كورسات ليها علاقه بالشغل من البيت والتسويق والمحتوى والاوتوميشن. فهديله بس نبذه بسيطه عني، وهخليه هو يبيع او يبدا ان هو يتعامل، بحيث ان هو ايه، يعني نبقى عملنا الموضوع بشكل بسيط، ان هي بس فكره ان احنا بنغذيه ببرومت. بس غالبا الموضوع على ارض الواقع لا، يعني على ارض الواقع انا بقعد اشوف ابص كده، اعمل كده، اشوف كده الصوره الكبيره للبيزنس، ايه الاسئله اللي الناس متوقعه ان هي تسالها، اديله كل المعلومات اللي لها علاقه بالبيزنس. وده غالبا بيتم عن طريق ان احنا بنربط معاه ملف. دي هنجيلها قدام شويه، بس في الوقت الحالي انا هكتفي ان انا هديله برومت. يعني هديله برومت اقول له بص انا مصطفى سنتكس وبلا بلا بلا، ودي الحاجات اشتغل عليها. لكن في الغالب بس عشان نكون واضحين في النقطه دي، موضوع البرومت او الداتا اللي انت بتديها للايجنت، يعني دي بتمثل، حط نسبة كبيرة، يعني مش عايز اقول رقم معين، حط نسبة كبيرة من الموضوع، لان ده بناء عليه هو هيعرف هيرد يقول ايه وازاي. يعني هو ممكن يرد ردود صحيحة بس باسلوب غريب، لكن لا، هيرد يقول ايه وازاي. ده موضوع برضو ممكن يبقى نتكلم فيه، ازاي انت تديله برومت مناسب. ودلوقتي خلونا نروح للتطبيق العملي. احنا هنحتاج حاجتين بس، هنحتاج N8N، وهنحتاج نفتح developers.facebook.com/apps. الرابط ده ان شاء الله هتلاقوه في الوصف. دلوقتي لما نفتح N8N احنا هنلاقي الدنيا عندنا زي ما انتم شايفين فاضية، لسه مفيش اي حاجة. خلوني كده بشكل نظري خالص اقول لك احنا هنعمل ايه. اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط تريجر ان لما يجي لنا رسالة واتساب على رقم معين، فهناخد الرسالة اللي جاية دي من العميل، هناخدها نديها للايجنت، نقول له ان هو يرد عليها ان احنا كذا كذا كذا، ورد عليها بشكل معين، ونخلي الايجنت يرد. ده الموضوع ببساطه. الفلو بتاعها سهل جدا، بس في شويه شغل مع فيسبوك شويه، مش شايف ان الموضوع صعب، بس زي ما قلت لكم في شويه تريكات في النص ما شفتش حد بيشرحها. انا هعمل دلوقتي الفلو وهنبدا ان احنا نشتغل فيه مع بعض. انا هحطه بس كده ونبدا ان احنا نعمله بريك داون ونشتغل على كل حاجه فيه. فدلوقتي التريجر بتاعي ان انا هقول له واتساب، هنقول له ان مسج لما يجي لي مسج بالشكل ده، وهسيبها زي ما هي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهاجي هنا هحط الايجنت بتاعي، الايجنت اي ايجنت بالشكل ده، وبرضه هسيبه زي ما هو. انا بس هنا بحط الحاجات علشان اقول لكم ان الموضوع سهل. بالنسبه للميموري هستخدم سيمبل ميموري علشان بس يفضل فاكر المحادثه اللي بتتم. وبالشات موديل هحط ايه، شات جي بي تي، ممكن اوبن اي اي، هحط اوبن اي اي. واخيرا انا عايزه يرجع يرد على واتساب، فهنقول له المره دي في الواتساب ان هو يبعت رساله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده كل حاجه، دي كل حاجه. الباقي بقى ان احنا نظبط الكريدنشنز او نظبط السيتنجز بتاع الاوتوميشن ده. يعني احنا كده خلاص، هو كده تقريبا خلصنا. حد بعت لنا رساله بنبعتها للايجنت بيحللها، بيستخدم شات جي بي تي كبرين، وبعد كده بيحط بيستخدم السيمبل ميموري علشان يفضل فاكر المحادثه، واخيرا بيرجع يرد برساله.
طيب لو فتحت هنا الواتساب تريجر اللي هو اول حاجه، هناخدهم بقى واحده واحده، الكلام اللي احنا حطيناه ده هناخده واحده واحده. لو رحت هنا على الواتساب تريجر هلاقي ان هو عايز ان انا احط الاوثنتيكيشن بتاعه. الفكره هنا من الكريديشنال تو كونكت ويز ان هو يعرف الرقم اللي لما يجي عليه رساله يبدا ان هو يحصل عليه الشغل ده. فانا لو رحت هنا حبيت ان انا اضيف create نيو كريديشنال بالشكل ده، هيقول لي ان انا عايز الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت. هنا هيجي دور الموقع اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو تبع فيسبوك اللي هو developers.facebook.com/apps، وهنا هيفتح لنا الصفحه دي. بالنسبه لك ممكن تكون فاضيه لان انا عندي ابس فعلا معموله قبل كده، فالابس دي موجوده. اللي انا هعمله ان انا هقول له كرييت اب، برضو هقول هنا كرييت اب، هدي للابلكيشن ده هديله نيم وخليك فاكر النيم ده. انا بالنسبه لي هقول له ايجنت تيست بالشكل ده وهعمل نيكست. في اليوز كيسز خليها اذرز، خليها هنا اذرز واختار اذر، وهنختار هنا بزنس، والديتيلز هتاكد على الاب نيم، الكونتاكت ايميل بتاعك، لو في بزنس بورتفوليو. بالنسبه لي مش هحط هنا حاجه، وهيفتح لك زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هتلاقوا عندنا هنا ان ظهر الاب اي دي، فده انا ممكن اخده من دلوقتي واجي هنا واقول له هنا الكلاينت اي دي اللي هو الاب اي دي اللي ظهر معايا. وهنا احنا محتاجين نعمل انتجريشن مع انهي اب؟ مع واتساب، فهقول له هنا سيت اب للواتساب، ودلوقتي هيبدا ان هو يقول لي البورتفوليو اللي انا هشتغل عليه. هقول له هنا كونتينيو، هنا هيقول لي ويلكم تو ذا واتساب بزنس بلاتفورم اي بي اي سيت اب، هقول له ستارت يوزنج ذا اي بي اي، ومنها هيوديني على الصفحه دي. بس قبل ما يوديني على الصفحه دي انا عايز ارجع خطوه لورا، وعايز اروح هنا عند الاب سيتنج، الاب سيتنجز بالشكل ده، واروح عند بيزك، وهنا هلاقي الاب اي دي بتاعي اللي هو اخره 41، وكمان هلاقي الاب سيكريت. فانا عايز الاب سيكريت ده، هعمل له شو وهاخد السيكريت اللي هيطلع لي واحطه هنا، اعمل سيف. كده احنا ربطنا فكره ان لما يجي لي رساله واتساب. طيب دي اول حاجه. حابب ان انا اكمل السيناريو، بس عايز اقول حاجه مهمه جدا. واتساب من الحاجات اللي بتفرق ما بين ان انت جالك رساله وان انت هتبعت رساله. الاتنين بالنسبه له بتستخدم لهم توكنز مختلفين، لان حاجه زي تليجرام انت بتعمل اللي هو البوت من الفازر ده، من الفازر بوت، فهو نفس الكريدنشنز اللي انت بتستخدمها لما يجي لك رساله هي نفسها اللي انت بتستخدمها وانت بتبعت رساله. هنا الموضوع مختلف. هنا احنا عملنا لما يجي لك رساله، عايزين نعمل بقى لما انت تيجي تبعت رساله. فهنروح هنا على واتساب، هنا هنروح عند اي بي اي سيت اب، وهاجي هنا هتلاقي ان هو اداني هنا تيست نمبر، اداني كده رقم اقدر ان انا استخدمه، والرقم ده هو اللي هنستخدمه علشان نتست العمليه بتاعتنا. واداني هنا واتساب بزنس اكاونت اي دي. فانا لو روحت هنا عند السند مسج بالشكل ده، وهاجي هنا دوس على الكريديشنال، هتلاقوا هنا ان هو عايز الاكسس توكن وعايز الواتساب بزنس اكاونت اي دي. المره دي هنديله هنا الواتساب بزنس اكاونت اي دي ده بالشكل ده، والاكسس توكن هنعمل له جنريت اكسس توكن. هنا اختار اوبت ان تو اول كارنت اند فيوتشر واتساب اكاونتس، وهنا طلع لي التوكن بالشكل ده، هاخده احطه عند N8N، وكده نكون ربطنا الاثنين، ربطنا الحاجه اللي هنبعت لها والحاجه اللي هنبعت منها. هنا هو اداني اليرت معين لكن هنجيله دلوقتي. اللي انا عايز اعمله ان انا اربط شات جي بي تي، فهنروح هنا لشات جي بي تي، هقول له كرييت نيو كريديشنال. هنا خلونا ان احنا نتعلم حاجه مفيده مع بعض، ان انا هفترض ان انا مش عارف ازاي اربط شات جي بي تي اصلا. فاللي انا بعمله ان هو بيقول لك need help filling out this fields open docs. هنا بفتح الدوكس ده وبمشي معاه، فبعرف الخطوات اللي انا اعملها علشان اربط شات جي بي تي. فخلونا كده نشوف. هنا بيحتاج مني اي بي اي كي، اورجانيزيشن اي دي اوبشنال، مش هنحتاج ان احنا نحطه في حاجه، لكن احنا هنستخدم بس هنجيب فكره الاي بي اي كي. عامه هنروح هنا لو كتبنا اوبن اي اي، هتلاقوا هنا ان هو بيجيب الاي بي اي بلاتفورم بالشكل ده، وهعمل هنا لوجن على الاي بي اي بلاتفورم، مش شات جي بي تي ولا صوره. بعد ما تسجل دخول ممكن تروح على الديفولت بروجكت او ان انت تعمل بروجكت جديد، وهتدوس هنا مانج بروجكتس، هيفتح لك هنا البروجكتس بتاعتك وتقدر ان انت تعمل بروجكت جديد لو انت عايز. وفي نفس الوقت هنروح هنا على الاي بي اي كيز، نعمل كرييت نيو سيكريت كي. فانا هقول هنا N8N وهختار اي بروجكت، هقول كرييت سيكريت كي، وهاخد هنا الكود او الكريدنشال اللي هتطلع لي او التوكن اللي هيطلع لي، اعمل هنا سيف بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
طيب احنا كده يعتبر ربطنا شويه حاجات مع بعض. محتاجين ان احنا نجرب، يعني محتاجين ان احنا نجرب نتاكد ان الكلام بتاعنا شغال، نتاكد ان مفيش مشاكل. الطبيعي ان انا عشان اجرب الكلام ده ان انا هروح هنا عند فيسبوك اخد التيست نمبر اللي هم ادوهولي. لكن هنا لازم اعمل حاجه، بما ان احنا في التيست مود، وهجيلكوا في شويه تركات ليها علاقه بالحته اللي احنا واقفين فيها دي، هتفيدك جدا لما تيجي تشتغل بشكل فعلي، لان صدقني ما لقيتش مصادر ذاكرها بشكل كويس. هنا اولا انا هحط رقم، هنا زي فكره الوايت ليست، دي الارقام اللي مسموح ان هي تبعت للرقم ده لان انت تيست، فهو بيقول لك حط لي ارقام دي اللي مسموحه ان انت تستخدمها في التيست. فانا هروح هنا احط رقمي، احط رقم عادي. هو هنا لازم الرقم يكون متسجل على واتساب بيزنس، فانا هحط الرقم بتاعي بالشكل ده، هدوس نيكست. المفروض ان هيجيني فيريفيكيشن كود عليه، دلوقتي وصل بالشكل ده. جميل كده، انا ضفت الرقم اللي انا مسموح ليا ان انا ابعت من خلاله. دلوقتي انا ممكن استخدم الرقم ده علشان ابعت له، بس هنحتاج ان احنا نظبط برضو حاجه في ان لما نفتح هنا هنلاقي ان sender phone name or ID، هنختار اللي هو تيست نمبر ده، اللي هو ده الاي دي بتاعه اخره هنا 23، اللي هو رقم كده اخره 23، ده الرقم اللي احنا هنستخدمه علشان نبعت منه sender phone number ID. طيب وريسيبيان فون نمبر ده هنجيله، والتكست بادي هنجيله. ليه هنجيله؟ لان انا محتاج بقى هنا في الريسيبيانس فور نمبرز دي ان انا ابعت للشخص اللي بعت لي، وكمان هنا في التكست بادي انا محتاج ان انا اجيب الرد بتاع الايجنت. فانا هاجي هنا هعمل هشغل النوت دي بحيث ان انا اخد منها بيانات ريسروف. هنا خلينا نشوف هنا مؤقتا احنا ممكن نحط اي حاجه علشان ما يسبب لناش المشكله دي، بس هنرجع لها تاني. هعمل هنا رن للتريجر دي، وهاخد الرقم ده ابعت له رساله على الواتساب. طيب دلوقتي انا فتحت محادثه معاه بالشكل ده، وهتلاقوا ان التريجر ده اشتغل. ممكن مره تانية نعمل تجربه تانية، هفتحه بالشكل ده وهبعت اي رساله، هقول له اخبارك ايه. هتلاقوا هنا ان التريجر ده اشتغل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجات لي الرساله اللي هي اخبارك ايه. احنا هنبدا ان احنا نربط الحاجات ببعضها. فانا ممكن ان انا اروح للايجنت دلوقتي. عندنا حاجتين في الايجنت، اللي هي فكره اليوزر، الرساله اللي اليوزر بعتها، ودي هنخليها defined below، دي هديله الرساله اللي المستخدم بعتها بالشكل ده. فهو هيعرف انا لو بعت له كلمه معينه هيعرف انا بعت له ايه. وفي نفس الوقت السيستم مسج، هنا انت بتقول له هو ايه. يعني انت عينت موظف مثلا في خدمه عملاء في عياده، فانت بتقول له انت موظف في خدمه العملاء في العياده دي، بتشتغل من 5 ل7، لازم ترد على الناس، تعمل كذا، لازم تحجز مواعيد، لازم تعمل بلا 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 بلا. فانت بتقول له هو مين. فانا هقول له هنا you are a helpful assistant manage syntax.academy there is 2 courses freelancing or 3 courses and marketing by content, also AI automation courses help the user to identify what he want. اي حاجه زي ما قلت لكم، الحته دي مش بتتعمل كده زي ما احنا بنعملها، دي بيكون ليها قاعده وبيكون ليها اسلوب معين. هعمل هنا اكسكيوت للستيب دي عشان اتاكد كمان ان هو رابط مع الاوبن اي اي. نجرب استخدم السيمبل ميموري، قال لي ان هو عنده مشكله، نفتح ونشوف المشكله في ايه. طيب هنا جيسون دوت سيشن اي دي اللي احنا مستخدمينها هنا هقول له كونكتد ديفاين بلو. هنا ايه المشكله؟ هنا كل محادثه من واتساب او من اي مكان بيكون ليها سيشن اي دي مميز، فاحنا هنا هنقول له ديفاين بلو، وهاجي هنا ادور على السيشن الرقم المميز ده. الرقم المميز هنا ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون الرقم بتاع الشخص اللي باعت اصلا، لان انت عايز تستخدم اي رقم مميز بحيث ان المحادثه في 20 رساله، ازيك عامل ايه بلا 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 بلا، دول كلهم لازم يكون في رقم مميز يربط ما بينهم. فالرقم المميز اللي ما بيتكررش ممكن تستخدم ليه اي حاجه، لكن هنا احنا ممكن نستخدم رقم التليفون، لان هو رقم التليفون هيكون حاجه مميزه على مستوى المحادثه. هنوقف هنا، نوقفها بالشكل ده، نرجع نشغلها تاني. المره دي اشتغلت، بس الايجنت بتاع اوبن اي اي واجه مشكله. هو قال didn't have access to model GPT 4 كذا. هو واخد هنا لما رحت اتاكدت لقيت ان هو واخد permission all، بس علشان ما نعطلش فيها
فانا غيرت الموديل لجي بي تي 4 او. هنستخدم الموديل ده كده كده هيكون كويس في الردود على الناس. اخيرا المفروض ان هو يرجع يرد على الشخص اللي بعت له، بس احنا هنا حاطين دامي داتا. فاللي انا عايز اعمله برضو هنفتح هنا، انا عايز الواتساب. في الواتساب هنقول له ان هو هياخد التكست بادي بالشكل ده، وكمان الفون نمبر اللي هيبعت عليه هو رقم المستخدم اللي هو الوي بي اي دي، احنا عايزين فروم بالشكل ده. فهنا انا حطيت الفروم ده اللي هو مين اللي بعت الرساله، وحطيت له الرساله الاي اي عمل لها جنريت. هنعمل اكسكيوت للستيب ونشوف قدر ان هو يرد. المره دي هنجربها كلها مره واحده بالشكل ده، اكسكيوت ورك فلو. هقول له ايه الكورسات اللي عندكم، ايه الكورسات اللي بتقدموها، ونشوف هيبدا ان هو يستخدم البرين بتاعه او الاي اي في ان هو يجنريت ريسبونس، وسجل الموضوع ده في في الميموري. وفي نفس الوقت رجع علينا ايه الكورسات اللي بتقدموها. طيب ليه عمل كده؟ عشان احنا عملنا غلطه بسيطه جدا. لو رحنا هنا في التكست بودي هنلاقي ان احنا حطينا الرساله اللي هو بيبعتها، فده حاجه مضحكه يعني. نحط هنا الاوتبوت اللي الاي اي عمل له جنريت. نعمل اكسكيوت للستيب دي تاني، فهنا هنقول هيلاقي ان هو بعت له الرد مظبوط. دي العمليه كلها. دي كل حاجه فيها. في شويه حاجات في الكواليس هنتكلم عنها فيما يخص فيسبوك بالذات، لان هم الصراحه فيسبوك ما تعرفش يعني معقدين الدنيا مع الديفلوبرز ليه. في احيانا حاجات عندهم بحس ان هي مش مفهومه، ما علينا. دي الفكره كلها، نراجع على اللي احنا عملناه مع بعض، نراجع على السيناريو كله قبل ما نبدا في فكره ان احنا نعرف هو بيبعت لنا رساله ولا بيبعت لنا فويس ولا بيبعت لنا ايمج. فهنا احنا بنظبط بنعمل ابلكيشن على ميتا او على فيسبوك، بنحط الكريدنشلز بتاعته هنا، وبنستلم الرساله اللي بتجيلنا من المستخدم. في الايجنت بنربطه مع اي موديل، شات جي بي تي، جيميناي، ايا كان. في الاخر ده كاستمر سبورت، مش محتاج حاجه قويه، مش بيجنريت فيديو. وبنستخدم ميموري، وفي الاخر بعد ما بيجنريت ريسبونس بيرجع يرد على الواتساب. نيجي لشويه حاجات في الكواليس. المفروض ان انت علشان تشغل الاوتوميشن ده تعمل اكتر من حاجه. اول حاجه ان انت فروم دي تيجي تحط رقم، تحط فون نمبر حقيقي، ما تستخدمش التست نمبر. التست نمبر ده فيسبوك بيدوك التست نمبر ده علشان تتست بس، والتوكنز بتاعته بتقف كل ساعه. يعني انت كل ساعه لازم تجنريت توكن، تمام؟ فدي اول نقطه لازم نتفق عليها، لازم تحط رقم. الرقم ده ما ينفعش يكون عليه واتساب، يعني صباح الفل ما ينفعش ان هو يكون عليه واتساب خالص. يا تستخدم الرقم في ان انت تستخدمه على واتساب، يا اما تستخدمه تبع ميتا اي بي اي واتساب او واتساب اي بي اي. فانت لازم هنا تحط فروم واتساب، بحيث ان انت خلاص ال2 دي لو عملت حطيت رقم هنا وحولت دي اللايف، فانت خلاص مش محتاج هنا يو ماست بروفايد. دي هنجيلها الرساله اللي ظهرت دي هنجيلها. انا هنا احنا عملنا الاوتوميشن خلاص، بس بديك شويه حاجات في الكواليس علشان لما تيجي تشتغل بشكل فعلي او تقدم ده كخدمه للعميل تبقى عارف ايه اللي هيتم، علشان ما تتوهش في الحاجات اللي زي كده او تقعد تدور. طيب زي ما قلنا انا بحط هنا رقم ما يكونش عليه واتساب، بيكون الواتساب معمول له يعني ديليت اكاونت، مش ان انت حاذف الواتساب، لا متشال خالص. والاحسن ليها ان انت تجيب رقم جديد، ده الاحسن ليها. لو عملت كده ورحت عملت لايف، الابلكيشن بتاعك بقى لايف، بتجنريت الاكسس توكن، وبتيجي بس تغيره هنا. هنا بتيجي تغيره مكان ما حطيت الحاجات بتاعتك، وهيظهر لك اي دي مختلف، لان كل رقم بيكون ليه اي دي مختلف استخدمه. زي ما قلت لك لو ما عملتش كده، حتى لو حطيت رقم وحتى لو عملت لايف، هتلاقي ان هو كل ساعه التوكن ده بيحصل له اكسباير. ده بس لا، الموضوع عند ميتا اوسع من كده. بس خلونا نروح نشوف فكره لما بنيجي هنا نعمل لايف، بيقول لي ان انت لازم تعبي البيانات بتاعتك. انت هنا بتعمل ابلكيشن على ميتا، هم بيحتاجوا منك شويه بيانات زي الدومينز مثلا، لو في دومينز، تيرمز اوف سيرفيس يو ار ال، هنا لازم يكون عندك ويب سايت، والبرايفسي يو ار ال لو في لوجو بتحطه. الحاجات اللي زي كده بيانات بسيطه يعني، وبعد كده بتدوس سيف، الامور تمام. اخر حاجه علشان نطلع من الحته دي ونروح لفكره الفويس والايمج، زي ما قلت لكم انت لو عملت لايف حطيت رقم معلهوش واتساب لازال هتواجهك مشكله. لو جيت هنا عملت في الاي بي اي سيت اب، عملت هنا لايف باي شكل ايا كان بقى، حطيت بيانات وعملت جنريت للاكسس توكن، حطيت رقم معلهوش واتساب وخدت البيزنس اكاونت اي دي، برضه هتواجهك مشكله ان الاكسس توكن ده بيحصل له اكسباير،
بيقعد وقت معين ويحصل له اكسباير. ايه حلها؟ هتروح عند business.facebook.com، هسيب لكم الرابط ده في الوصف، وهتبدا ان انت تضيف سيستم يوزرز، بحيث ان انت تدي اكسس ل 8 ان ان هو يكون سيستم يوزر، فيقدر ان هو يتعامل بالشكل اللي هو عايزه. هتيجي هنا هتجنريت توكن، هتحط الاب اللي احنا عملنا الرقم بتاعه اللي احنا عملناه من شويه، تحط الابلكيشن ده هنا بالشكل ده، تحط له اسم تخليه ادمن، وتمشي مع الستبس اللي موجوده. اعتقد ان هي ستبس عاديه. الفكره بس ان انت هنا في الانستولد اب لازم ان انت تحط له الاب ده، لازم هنا في الانستولد اب تحط له الابلكيشن ده. فهنا في الاسايند اسيتس برضو هتديله اكسس لو عندك صفحه فيسبوك او حاجه، بس احنا عايزين هنا في الابس هيظهر لك الابلكيشن بتاعك لو انت عامله لايف. لو انت عامله لايف هيظهر هنا. يعني انت المفروض تمشي في الستبس بالشكل التاني، تروح ان انت تحط رقم حقيقي مش موجود على واتساب، تجنريت التوكن، تروح تحطه على ان تعمل اكتف لللايف اب، تخلي الاب بتاعك لايف، وهتيجي هتلاقيه قرأ هنا. تدي من هنا من الاسيتس او من الابس، بتدي للسيستم يوزر ده اكسس عليه، وبتجنريت توكن. التوكن اللي بتجنريته بتاخده بتحطه مكان التوكن التاني اللي انت عملته ده لايف اكسس. وانت حتى بتجنريته هيقول لك عايزه 30 يوم 90 يوم نيفر اكسباير، هتختار نيفر اكسباير بحيث ان هو ما ينتهيش خالص. دي كل حاجه ليها علاقه بالاوتوميشن بتاع واتساب بالتفاصيل اللي انت غالبا ممكن ما تلاقيهاش في مكان تاني. ما شفتهاش الصراحه اتشرحت، يمكن اتشرحت بس انا ما وقعتش عليها، بس حاولت ان ادور عليها ما لقيتهاش علشان الموضوع ده فيه ناس كتير هتغلط فيه. فيا رب الفكره دي تكون واضحه. هنبدا بقى ان احنا نعرف ازاي نهاندل فكره ان هو بيبعت تكست، بيبعت فويس، بيبعت ايمج، بحيث ان احنا نبدا ان احنا نتعامل مع كل السيناريوهات اللي المستخدم ممكن ان هو يبعتها لنا. دلوقتي خلونا نروح على فكره ان احنا نخليه يستقبل فويس مسج، مش يستقبل بس تكست في الوقت الحالي. لو احنا بعتنا فويس خلونا نشوف ايه اللي هيحصل. هعمل اكسكيوت للورك فلو، وهقول له هنا ايه الاخبار، عرفني تفاصيل اكتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي المفروض ان التريجر ده يشتغل. هتلاقوا ان هنا حصلت مشكله، يعني زي ما انتم شايفين في مشكله هنا حصلت، لان هو متوقع ان هو يستقبل تكست لكنه استقبل صوت. طيب خلونا نمشي واحده واحده نشوف ايه اللي جالنا هنا في الاوتبوت. هنلاقي ان احنا جالنا بيجي لنا في المسج التايب هنا المره دي قال ان هو اوديو، والمره اللي فاتت هتلاقوا ان هو كان تكست. فدلوقتي علشان نحدد اول حاجه النوع اللي جالنا علشان نقدر ان احنا نتعامل معاه، احنا محتاجين ندخل في حاجه اسمها اف كونديشن شويه. يعني فكره ان انا لو جالي تكست فبمشي في سيناريو معين، لو جالي صوت بمشي في سيناريو معين، لان الصوت محتاج لسه ان انا اعمل اكستراكت للصوت نفسه، اطلع النص اللي جواه علشان اقدر ان انا ارد عليه. فاللي انا هعمله هنا بكل بساطه ان انا قبل ما يدخل على الايجنت هجيب حاجه اسمها سويتش بالشكل ده. السويتش دي فكرتها ايه؟ ان انا باجي اقول له لو عندك كونديشن معين اعمل كذا، لو القيمه دي 1 روح هنا، لو 2 روح هنا. اللي انا هعمله ان انا هستخدم التايب ده، هقول له التايب ده لو اوديو بالشكل ده هتعمل حاجه، وهعمل هنا نيم للاوتبوت هتفهموا دي يعني ايه. دي هتكون اوديو بالشكل ده. طيب هضيف اد راوتنج رول كده، انا ضفت لو اوديو. هقول له هنا لو التايب المره دي هيكون تكست بالشكل ده، هيروح في مسار تاني. لو رحنا هنا هنلاقي ان هو جاب لي الاوديو وجاب لي التكست. هدوس بس عليها وهخلي دي رينيم اوتبوت، هخليها تكست بالشكل ده. تكست دي اللي هي بتظهر فين، اللي هي الكلمه دي. فالتكست هخليه يكمل عادي مفيش مشكله. الاوديو بقى اللي هناخده ايه في سكه تانية. خلونا كده نشوف. هبعت مره هقول له ازيك، هقول له هنا execute workflow، هقول له ازيك بالشكل ده. هتلاقوا ان هو اشتغل بشكل طبيعي، هيقدر ان هو يرد. لو بعت قلت له اخبارك ايه النهارده، وعملت هنا برضو execute للورك فلو قبل ما ابعت له، هبعت له بالشكل ده. فهتلاقوا لا المره دي ان هو هتلاقوا ان التريجر بتاع الاوديو اشتغل بس وقف عنده، وهنا حصلت مشكله. اللي انا هعمله علشان اشتغل مع فكره الاوديو، خلينا هنا نتكلم عن حاجه قبلها، او خلينا ناجلها. لو جيت هنا عند الاوديو، لو رحنا هنا عند الاوديو بالشكل ده هتلاقي ان واتساب بيبعت لك في الاوديو هنا، بيبعت لك الاي دي بتاع الميديا دي، بيبعت لك الاي دي بتاع الفويس. فانا بكل بساطه هعدي على اكتر من خطوه، ان انا اروح اجيب الميديا دي، اعمل لها داونلود عندي، ابعتها لشات جي بي تي يعمل لها ترانسكريبت يطلع منها النص،
وبعد كده نبدا ان احنا نبعتها للايجنت علشان نتعامل معاها بشكل طبيعي. اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا على واتساب، هقول له ان انا هعمل داونلود لميديا بالشكل ده، وهاجي هنا واتساب اكاونت بالميديا داونلود، هجيب الاي دي اللي جالي من الاوديو ده، هعمل هنا اكسكيوت للستيب، هيبعت لي رابط. الرابط ده محمي لان الموضوع مش بيتم كده ان انا حد معايا الاي دي فخلاص هدخل اخد الفويس، ده مش سكيور. لو رحت على الاي دي ده هتلاقي ان هو مش هيرضى يدخلك. فالمره دي هبعت HTTP ريكوست علشان اروح اجيب الاوديو ده واثبت له ان انا صاحب الاوديو ده، او انا صاحب الحساب. فهاجي هنا هعمل HTTP ريكوست بالشكل ده، هيروح على الرابط اللي معانا والميثود بتاعته هتكون جيت، وهبعت معاه هيدرز علشان نبعت نقول له ان احنا اصحاب الحساب ده. في الهيدرز دي في النيم بتاعها هكتب authorization بالشكل ده، وفي الفاليو هحط بيرر بالشكل ده، واروح اجيب التوكن اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو التوكن ده اللي احنا عملناه هنا من الاي بي اي سيت اب على فيسبوك، هروح اجيبه واحطه بالشكل ده. هعمل هنا اكسكيوت للستيب، هتلاقوا انه جاب لي الملف. هدخل هنا بقى على فكره ان انا اعمل له ترانسكريبت، فهاجي هنا عند اوبن اي اي بالشكل ده، هنعمل ترانسكريبت ريكورد بالشكل ده، هقول له اكسكيوت ستيب. هنا هتلاقي ان هو جاب لي التكست بالشكل ده. هنا ممكن يظهر لك ايرور ان جي بي تي ملهوش اكسس على موديل معين، فانت دي بتدخل على السيتنجز بتاعت جي بي تي وتدي له اكسس على الموديل اللي هو عايزه، لان ممكن بتبقى هي تبع التوكنز اللي انت عامله ان انت تدي له بيرميشن على حاجه زي دي ولا لا. اللي احنا عملناه لحد دلوقتي علشان مش عايز ان حد يتوه مني، خلينا ناخد الموضوع كده ببساطه خالص. بيجي لي رساله على واتساب، الرساله دي بشوف هل هي اوديو ولا تكست. لو تكست بنكمل في السيناريو بتاعنا عادي جدا. لو اوديو بروح لواتساب اقول له انا عايز الاوديو ده بالاي دي اللي اداهولي، وابعت HTTP ريكويست بالاي دي اللي جالي علشان اجيب عن طريق ان انا بستخدم اللينك بتاع الاوديو ده علشان اعمله داونلود عندي. بعد ما بعمله داونلود ببعته لشات جي بي تي، شات جي بي تي اخيرا بيديهولي كنص. لو رحنا هنا هنلاقوا ان هتلاقي ان هنا جالي تكست، وهتلاقي ان هنا كمان هنا لو رحنا للايجنت هتلاقي ان انا بديله جيسون مسج دوت تكست دوت بادي. الفكره ان انا هنا الجيسون اللي جاي لي من التكست حاجه ومن الاوديو حاجه، فانا لازم ان انا اوحد المسمى بتاعهم. فهستخدم هنا حاجه اسمها set، هستخدم هنا حاجه اسمها edit fields set دي بالشكل ده. ايه اللي انا هعمله؟ ان انا هعمل بس رينيم للفاليو اللي بتيجي من التكست او بتيجي من الاوديو، بحيث ان انا اوحدهم اخليهم حاجه واحده. فلو رحنا هنا هنا للسويتش، خلينا هنا نروح للواتساب. لما الرساله تكون تكست هحتاج ان انا ارن ده تاني. هنا انا هعمل بس هقطع ده بيوصل لده. اللي انا عايز اعمله زي ما قلت لكم ان هنا لما يجي لي واتساب تريجر والنوع بتاعه يكون تكست، اعمل لها بس هنا رينيم لفاليو معينه وهنا رينيم فاليو معينه، بحيث ان انا في الاخر في الايجنت ده اديله نفس الفاليو بتاعت الاثنين. فهاجي هنا المره دي اعمل اكسكيوت للورك فلو، بس خلينا نعمل اكسكيوت وهقول له ايه الاخبار، ابعت له مسج تكست بالشكل ده، وهنيجي بس هنا نتاكد ان هي جت بالظبط. البادي دي هحطها هنا بدل ما هيكون اسمها كده هسميها ممكن المسج، او نخليها تكست، ممكن مسج اوقع بالشكل ده. لما اجي هنا عند الاي اي ايجنت هتلاقوا ان الايديت فيلدز دي بتديني المسج، فهروح شايل ده خالص واقول له خد يا باشا المسج دي اتعامل معاها بالشكل ده. وهاجي هنا هعمل نفس الكلام، هجيب السيت، هجيب execute previous notes، خلونا نبعت تاني voice تاني execute workflow. ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. كده المفروض ان هو بيشتغل، بيروح للسويتش بيلاقي ان هو اوديو، بيعدي على الواتساب بيروح يجيبه بلا بلا بلا، بيروح للايديت فيلدز. هنا لسه بيعمل ترانسكريبت عن شات جي بي تي بالشكل ده. هقول له ان هو ياخد ايه الاخبار يا رب تكون بخير ويسميها مسج بالشكل ده execute step. هاخد بقى الايديت فيلد دي اديها للايجنت، خد يا باشا اشتغل، بعت لك الاثنين نفس الحاجه نفس الكي بحيث ان هو يقدر يتعامل معاه. فهخلي ده يكمل يروح للايجنت يشتغل معاه، بعد ما يشتغل معاه يرجع يستخدم دي، فهتلاقوا ان هو اشتغل بشكل كويس. نبعت فويس تاني، هقول له execute workflow، عرفني ايه الكورسات اللي انتوا بتقدموها.
بالشكل اللي انتم شايفينه ده. برضو هيستلمها، هيعرف ان هي اوديو، هيروح ينزل الاوديو، يروح لجات جي بي تي يعمل ترانسكريبت، يجيب الايجنت يشتغل عليه، بلا بلا بلا، يرجع ان هو اخيرا يرد عليه. جميل. رجع رد عليه بشكل كويس جدا. نجرب التكست. هقول له الساعه كام مثلا. هعمل اول اكسكيوت ورك فلو علشان يعمل ليسن للايفنت ده. هيروح برضو يلاقي ان هو تكست، يروح للايجنت يجيب الرد، يقعد، وهكذا. فدي فكرة الفويس بكل بساطة. هراجع عليها تاني علشان محدش يتوه مني في حاجة، ونتكلم عن شوية حاجات في النص. بيجي رسالة من واتساب بتيجي بحاجة اسمها تايب. التايب ده بيكون يا اوديو يا تكست. لو تكست باخده بغير الكي اللي جاي لي من واتساب. يعني واتساب بيبعتوا مثلا بيبعتوا مسجز دوت تكست، بخليه مسجز بس واديه للايجنت. ليه؟ علشان ده كمان ابعته مسجز يبقى نفس الحاجه. لو اوديو بروح اجيب الاي دي بتاعه واعمل له داونلود من واتساب، وبعد كده ابعته لشات جي بي تي يعمل له ترانسكريبت، يطلع الفويس يحوله لنص، وبعد كده باخده للست احوله لنص عادي وابعته الايجنت يرد عليه تاني. الحته دي فيها تركايه، ان التوكن اللي انت بتستخدمه لازم يكون عنده البرميشن ان هو ياكسس موديل معين. فعلى حسب الرساله تظهر لك، لو حسيت ان انت مش فاهمها ممكن تديها لشات جي بي تي او كلود وهيعرفك تعمل ايه بالظبط، بس هو لازم ياخد بيرميشن علشان يعمل فكره الترانسكريبت. دلوقتي هيكون باقي معانا بس ان لو حد بعت صوره ان احنا نبدا ان احنا نتعامل معاه. دلوقتي خلونا مع بعض نروح نشوف ازاي نقدر ان احنا نستقبل من الناس صوره. الموضوع مشابه جدا للي احنا عملناه في فكره الصوت، يعني هو تقريبا شبهه قوي. اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي هنا عند السويتش نضيف كيس جديده، هنقول له اد راوتنج رول، وهقول له ان هي ايمج، لكن المره دي هقول له ان التايب هيكون ايمج. وخلونا نتاكد الاول من التايب اللي بيجي من واتساب بيكون اسمه ايه بالظبط. هاجي هنا عند الايجنت بتاعنا، هبعت له صوره وليكن زي دي. هقول له هنكسكيوت ورك فلو، ونبدأ ان احنا نشوف هو هيبعت ايه بالظبط. نبعت له صورة تانية. تمام. هاجي هنا زي ما انتم شايفين هو عمل اكسكيوت لده اللي هو ايمج، يعني هو فعلا اسمها ايمج، التايب بتاعها ايمج مظبوط. هعمل لها ان هي ايمج بالشكل ده. اللي انا هعمله احنا ممكن ان احنا ناخد ده نطلعه كده فوق شوية، او نيجي الصورة نخليها كده. اللي انا هعمله ان انا هبعت الصوره دي، هاجي من واتساب احملها نفس الخطوات اللي احنا عملناها. هقول له داونلود ميديا، وهاجي اخد الاي دي بتاع الايمج، هلاقي هنا اي دي، هديله الاي دي ده، وهقول له هنا اكسكيوت ستيب، هيجيب لي الرابط بتاعها بالشكل ده. هاجي اقول له ان انا هعمل HTTP request بالشكل ده، وهقول له خد الرابط بالشكل ده، والاوثرايزيشن نفس الكلام. فبعد ما حطينا له هنا الرابط هنجيب نفس الاوثرايزيشن داتا اللي احنا استخدمناها قبل كده. هاجي هنا هقول له send headers بالشكل ده، وهنجيب الاوثرايزيشن اللي استخدمناه في ال HTTP request اللي جبنا بيه الاوديو، وهنجيب البيرر توكن، نعمل له execute step. هنا authorization failed. خلونا ان احنا نقول له نتأكد ان احنا حاطين الرابط بشكل كويس. طيب ايه هنا اللي حصل؟ هنا اللي حصل ان التوكن خلاص خلص، فانا لازم اجنريت واحد جديد لان هو بيقعد بس ساعة. فانا هاخد التوكن ده اقول له execute step، هنلاقي ان هو بالشكل ده اشتغل، وهحدثه كمان هنا بالشكل ده execute step، هنلاقي برضو ان هي اشتغلت. طيب دلوقتي احنا بقى معانا الصورة، عايزين نروح برضو ل open AI وهقول له analyze image بالشكل ده. وهاجي هو هنا بياخد باينري فايل لان هي هنا جايه كباينري، مش بنديله اللينك. وهقول له explain الصوره دي. تكست انبوت، هو هنا كاتب what is this image زي ما احنا، مفيش مشكله. نختار موديل وليكن GPT-4o، وهقول له execute step بالشكل ده. وهنا بيقول this image styled pencil drawing of a person sitting with their hands، يعني هو جابها بشكل مظبوط. جميل جدا. باقي حاجة أخيرة إن احنا نبعت الكلام ده نبعته هنا للإيجنت. فهاجي برضو هعمل نفس فكرة الست بالشكل ده، وهقول له هنا إن هو ياخد الكونتنت ده، والاسم بتاعها هيكون
مسج زي الاسم الموحد اللي كله بيروح له، اللي هي سواء جت من تكست من ايمج من فويس، كلهم بيروحوا بنفس الكلام. عايزين هنا نبص على حاجه كده بشكل سريع. لو جينا هنا هنلاقي ان التايب ايمج كل ده تمام، بس مش ده اللي انا عايزه، مش دي الفكره اللي انا عايز اقولها. خلونا نكمل السيناريو وهقول لكم الفكره فين بالظبط. خلونا نوصل ده هنا بالايجنت بالشكل ده، ونعمل اكسكيوت للورك فلو، ونبعت له صوره، وهقول له هبعت له مثلا الصوره دي، هقول له explain this image ونشوف هيعمل ايه. هنا المفروض ان هو هيستلمها، دخل في الواتساب عمل HTTP request، شات جي بي تي بيعمل لها analyzing بالشكل ده، بعد كده الايجنت بيحللها، واخيرا المفروض ان هو يرد على واتساب رادد بشكل كويس جدا وشارح الصوره بشكل كويس، مفيش اي مشاكل. طيب ايه الفكره اللي انا عايز اقولها؟ لو جينا هنا المره دي، لو جينا هنا رحنا عند edit fields او اي واحد من النودز دي، المفروض لما اجي في الواتساب تريجر شايفين الكابتشن ده explain this image اللي انا بعته، لان انت على واتساب احيانا بتبعت صوره بس، احيانا بتبعت صوره وتايتل. فهنا احنا نقدر ان احنا كمان نستخدم التايتل ده، ممكن ان هو يكون مفيد. يعني ممكن حد يبعت روشته مثلا على الواتساب يقول له اشرح لي ايه اللي في الروشته دي، ايه العلاج المطلوب، العلاج ده بيتاخد كم مره في اليوم، فهو عنده سؤال معين بيبعت صوره ويسال سؤال معين. فاللي انا هعمله ان انا هاجي هنا هقول له يوزر مسج، وهديله المسج دي وهقول له image provided، وهديله الايمج دي اللي هو الوصف بتاع الصوره الجي بي تي رجعه لي. وهنيجي هنا ناخد الكابشن بالشكل ده، هنا بالشكل ده. طيب بس هنا الكابشن ده مش ريكوايرد، يعني مش دايما هيكون معايا. فلو هو اتبعت هنا نال والكابشن ده ما كانش موجود هيعمل لي ايرور. فالحل ان انا بكل بساطه بعمل العلامتين دول اللي هي فكره اور في جافا سكريبت، وهقول له هنا ولا اي حاجه، او هقول له اكسبلين ذا ايمج بس. دي الفكره بكل بساطه. اكسكيوت ستيب، هنلاقي المفروض ان هي اشتغلت بشكل مظبوط كده. احنا نقدر ان احنا نبعت رساله. خلونا نطلع ده لفوق وناخد دول كمان نبعتهم كده بالشكل ده. كده احنا نقدر ان احنا نبعت رساله نصيه، نقدر ان احنا نبعت فويس، نقدر ان احنا نبعت صوره. خلونا نجرب الثلاثه مع بعض. هقول له ازيك عامل ايه، هيبدا ان هو يشتغل، هياخد باله ان انا بعت له نص وهيرد عليا. هقول له درجه الحراره كام النهارده، هقول له برضو اكسكيوت ورك فلو قبلها، درجه الحراره كام النهارده بالشكل ده. برضو المفروض ان هو هيلقط ان هو فويس. دخل هنا عمل لي مشكله. ايه المشكله؟ اوثرايزيشن فيلد بالشكل ده، لان احنا ما استخدمناش التوكن الجديد. فانا هجيب التوكن ده. زي ما قلت لكم مشكله التيست عند فيسبوك ان انت لازم كل شويه تحدث التوكن. درجه الحراره كام النهارده، بدا ان هو يشتغل، راح جاب الصوت بعته لجي بي تي، طلع النص جابه، وفي الاخر هيبعته لنا هنا. هو ايا كان الرد اللي هو بيرده، الرد طبعا مش دقيق، بس المهم ان الفكره وصلته. لو خدنا صوره وهقول له اللوجو ده بتاع ايه، هعمل هنا اكسكيوت للورك فلو وهقول له هبعته له تاني. هو كده شافه بيانلايز الايمج اهو، وهيبدا ان هو يفهم اللوجو ده بتاع ايه او الصوره دي بتاعت ايه، ويبدا ان هو يرد عليا. فهنا هيقدر ان هو يعرف محتوى الصوره ان ده اللوجو بتاع ان ات ان بالشكل ده ما يسمح فيه سياق التكنولوجيا. هو ما قدرش ان هو يعرف هو ربطها بجيت او كده، بس زي ما قلت لكم المفروض البرومبت يتحسن بحيث ان انت تحطه في نيتش معين ويقدر ان هو يجاوب عليه. دي الفكره بكل بساطه. ان شاء الله الملفات دي هسيبها لكم في الديسكربشن بحيث ان انتوا تقدروا انتوا تستخدموها. هتغيروا بس الكريديشنالز بتاعت الحاجه اللي انتوا هتعملوها، هتغيروها بس وهتشتغل معاكم على طول ان شاء الله. فدي فكره الواتساب بكل بساطه، بابعادها بزواياها بتفاصيل صغيره اتكلمنا عنها. حابب ان انا اخلي الموضوع اعلى من كده، ان انا اربطه بجيميل واربطه بجوجل كالندر علشان نفهم منها ازاي ان احنا نعمل اوثنتيكيشن مع السيرفيس بتاعت جوجل، لان هم كلهم نفس الاسلوب. يعني نعرف ازاي ان احنا نربط مع جوجل، وفي نفس الوقت ان احنا نخليه اذكى، ان هو يقدر ان هو يحجز لنا مواعيد، يقدر ان هو يبعت ايميلات. فده هنتابع فيه ان شاء الله في الفصول الجايه. طيب لحد دلوقتي اللي احنا عملناه انجاز ممتاز جدا. احنا عملنا ايجنت بيرد على الناس، بيفهم سياق معين ويرد عليه. خليني كده احط بريف سريع لحاجه انا عايز اقولها،
وبعدين هنبدا ان احنا ننقل للخطوه الثانيه ان احنا ازاي نربط مع اي سيرفيس بتاعت جوجل زي جيميل، اكسل شيت، جوجل دوكس، الكلام ده كله. اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا اي حد بيقدر يبعت لنا مسج تكست فويس او صوره حتى، ونقدر ان احنا نتجاوب معاه. بناء على ايه بنقدر ان احنا نتجاوب معاه؟ بناء على البرومبت اللي هنا. بكل بساطه كل القصه اللي احنا عاملينها دي قايمه حوالين، خلينا نقول 3 اطراف: المستخدم اللي بيبعت رساله، والايجنت بتاعنا، وان هو يرجع يرد عليه تاني، او هما طرفين، المستخدم والايجنت. بس الايجنت الفكره ان هو بنغذيه بداتا معينه بحيث يديني ردود معينه. دي الفكره بتاعت الايجنت، دي اللي بتخليه حاجه جامده قوي، ان احنا بنديله داتا معينه. الداتا دي ممكن تيجي من اماكن كتيره. داتا من الداتا اللي احنا عملناها دلوقتي ان احنا ادينا له مجرد برومبت، قلنا له ده احنا منصه بنبيع كورسات وبتاع، وعندنا كورس كذا وكذا، ورد على الناس. ده طبعا مش بيحصل في العالم الحقيقي. لو حصل بنديله برومبت احترافي علشان يقدر ان هو يرد بشكل كويس. مصدر تاني للداتا ان انا عندي موقع على شوبيفاي، موقع اي كوميرس، موقع كذا، وانا بطلع له الداتا دي عن طريق حاجه اسمها اي بي اي هنتكلم عنها، وهو بيستلمك حاجه اسمها ويب هوك، ده هنتكلم عنه. وبكل بساطه هو بيقدر يفهم الموقع بتاعك، ايه المنتجات اللي عليه، ايه الاسعار، الستوك عامل ايه، هل المنتج ده قرب يخلص، خلص، موجود، مش موجود، هيتشحن تاني قريب، الشحن، البوليسي، البرايفسي، الحاجات اللي زي كده يقدر ان هو يجاوب عليها. فده نوع تاني من مصادر الداتا اللي الايجنت يقدر ان هو يجيب منها داتا، مصادر مختلفه. بس انا عايز اقول ان الموضوع في الاخر، الفكره اللي انا عايز اوصلها من الكلام اللي انا بقوله، ان في تشات ما بين الايجنت واليوزر. الفاليو اللي احنا بنقدمها ان الايجنت يكون فاهم داتا معينه يقدر بيها ان هو يرد على اليوزر. طيب، لحد دلوقتي اللي احنا عملنا ايجنت لذيذ يقدر ان هو يفهم الرساله بتاعه المستخدم ويتجاوب معاه، بيتشاتوا مع بعض بناء على بيانات معينه حطيناها له. عايزين ناخد الموضوع لليفل اعلى، بس خليني قبل ما ناخد الموضوع لليفل اعلى اقول حاجه صغيره. الايجنت او الفكره اللي احنا عملناها دلوقتي دي مناسبه لناس كتيره جدا يقدروا ان هم يستخدموها، وهتساعدهم بشكل كبير، هتساعدهم في حياتهم اليوميه، هتساعدهم في البيزنس بتاعهم ان هو يفهم البيزنس بتاعهم ده بيقدم ايه ويقدر ان هو يجاوب. فده مناسب لناس كتير، بس احنا عايزين ناخده لليفل اعلى. الليفل الاعلى اللي انا عايز اخده ان انا اديله شويه تولز. هديله تول زي جيميل، زي كالندر، بحيث ان هو يقدر يحجز لي مواعيد، يقدر ان هو يتعامل مع الايميلات. احنا اتكلمنا عن ده في الجزء اللي فات، بس انا حابب اضيفه هنا علشان نفتح افكار لبزنس مختلفه، نقدر ان احنا نعرض لهم السولوشن اللي احنا بنعمله او الحل اللي احنا بنعمله، في نفس الوقت ان احنا نتعرض لازاي ان احنا نتعامل مع الكريديشنالز بتاعه جوجل، لان هي نفس الاسلوب تقريبا. لو انت عايز تجيب كريديشنال لحاجه معينه، هي نفسها جيميل، كالندر، الكلام ده كله. فده اللي احنا هنبدا نعمله دلوقتي. اللي انا هعمله هنمشي واحده واحده. انا عايزه يقدر ان هو يسند ايميل، سند، هقول له هنا جيميل، وهقول له هنا ان انت الاوبريشن بتاعتك سند، و تو دي هنخلي الايجنت هو اللي يحددها، اتكلمنا عن ده في الجزء الاول. حتى السبجكت هنخليه هو اللي يحدده، حتى المسج هنخليه هو اللي يحدده. هنيجي لفكره الكريديشنال بالشكل ده، هنقول له كرييت نيو كريديشنال. هتلاقي ان هو طلع لي الشاشه اللي انتم شايفينها دي فيها OAuth ريدايركت URL. هنيجي ده ايه بالظبط وازاي بنستخدمه، كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت. علشان نعمل الكلام ده هنروح على موقع اسمه جوجل كلاود. جوجل كلاود ببساطه هو الموقع اللي انت تقدر من عليه ان انت تاخد اكسس على اي سيرفيس من السيرفيسز اللي جوجل بتقدمها، درايف، جيميناي، شيت، بلا 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 بلا، اي حاجه على جوجل عايز تاخد اكسس عليها وتستخدمها في اوتوميشن او تستخدمها كاي بي اي، فانت لازم تيجي لجوجل. الموضوع سهل وان كان في ناس بيشرحوه بشكل معقد، خلينا نمشي فيه واحده واحده. اول حاجه هروح عند كونسول، واللي انا هعمله ان انا هاجي هنا هكريت بروجكت جديد، ده مشروع جديد، والمشروع ده بيكون تحتيه ابلكيشنز معينه تقدر انت تستخدمها. نفس الفكره اللي عملناها تقريبا على فيسبوك. هقول له هنا نيو بروجكت، وهسمي الاوتوميشن بتاعي، هقول له وي بي واتساب ايجنت اوتوميشن، ان كان الاسم، هقول له كرييت. بعد ما يكريت البروجكت هقول له سيلكت بروجكت. هنا كده انا واقف في البروجكت بتاعي علشان اتاكد، فهنا بيكون الاسم ويب بي ايجنت اوتوميشن. لو فتحت المنيو اللي على الشمال هنلاقي عندنا حاجه اسمها اي بي اي اند سيرفيسز. لو رحت عند enable API and services بالشكل ده وهدوس هنا على enable APIs and services، هتلاقي هنا ان هو فتح لي حاجه اسمها API library. لو رحت فيها هتلاقي الخدمات بتاعت جوجل كلها موجوده، ما شاء الله عندهم 498 خدمه. فانا عايز جيميل API بس، او تقدر ان انت كمان توصل لها بشكل سريع من اي مكان انت واقف فيه عن طريق السيرش اللي موجود عندك فوق. فهاجي هنا هقول له جيميل، وهقول له جيميل API، هعمل لها هنا enable بالشكل ده.
بعد كده زي ما انتم شايفين فتح، فهقول له create credentials بالشكل ده. هقول له ان انا جيميل اي بي اي. هنا بيقول لي user data ولا application data. هنا كاتب data belongs to a Google user like their email address or age. وهنا بيقول data belongs to your own application. الفرق ما بين اليوزر داتا او الابلكيشن داتا او الانترنال والاكسترنال داتا، ان هنا لا، انا هخليني بابليك احسن، مش هربطها بداتا بتاعت ابلكيشن معين. وهعمل هنا نيكست، وبعد كده هحط الاب نيم، هقول N8N اوتوميشن اي اسم، وهختار الايميل بتاعي ان هو يكون يوزر سبورت ايميل، وهحط في الديفلوبر كونتاكت انفورميشن هحط ايميلي، وبعد كده هعمل سيف اند كونتينيو. برضو هنا مش هنحتاج ان احنا نعمل حاجه، هقول له سيف اند كونتينيو. والابلكيشن تايب هيكون ويب ابلكيشن، هديله اي اسم. وهنا في الاوثرايزد ريدايركت يو ار ال هيكون اللينك ده اوث ريدايركت يو ار ال N8N اديهولنا. هقول له كليك تو كوبي اد يو ار ال بالشكل ده، وهقول له كرييت. واخيرا اداني الكلاينت اي دي، نحط الكلاينت اي دي هنا، وهقول له هنا done. وهاجي عند اودينس بالشكل ده واخليه publish app. في الوقت الحالي هو تيست، انا مش عايزه يكون تيست، انا عايزه يكون public، فهعمل publish. وهروح عند الكلاينتس بالشكل ده وندوس هنا وناخد الكلاينت سيكريت ونحط هنا الكلاينت سيكريت. لفه شويه لكن الموضوع بسيط، هي خطوات معينه بتعملها وهي كلها بتعملها في نفس الحاجه، ما فيش اي حاجه مختلفه عن التانية. جوجل بيستخدموا نفس الحاجه. بعدها المفروض هيظهر لك الزرار ده اللي هو ساين ان ويز جوجل، هتدوس عليه وهتختار الايميل اللي انت ضفته كديفلوبر ايميل. هنا هتدوس ادفانسد عادي وتروح ل تكمل، مفيش مشكله. هديله اكسس وهقول له كونتينيو كونكشن سكسسفول. جميل. محتاج ان انا اجربه، خلونا نشوف. هنحتاج ان احنا نجربه، بس عايز تاني ان انا اتكلم عن الاوتوميشن من منظور البيزنس، لان انت ما تقعدش تعمل شويه حاجات ملهاش لازمه وبتربط حاجات مع بعض. انت بتقدم سولوشن او بتقدم حل لحد بيدفع لك عليه فلوس او بيفيدك في حياتك الشخصيه. اللي انا عملته دلوقتي انا شايف ان هو مفيد. من خلال الواتساب انت تقدر تتحكم في ان انت تبعت ايميل لحد معين. كمان قلنا ان احنا هنربط فكره الجوجل كالندر بحيث ان انت تحجز ميعاد معين، فده مفيد. فاللي انا عايز اعمله ان انا هروح افتح الواتساب وهعمل هنا اكسكيوت للورك فلو علشان يراقب حاجتي، وهقول له ابعت لي ايميل لمصطفى syntax@gmail.com. قول له ازيك. هتلاقوا ان هو هنا بدأ ان هو يشتغل، عرف ان هو لازم يستخدم تول معينه لوحده ما قلنالهوش حتى. وفعلا هنا المفروض قال ان هو بعت الرساله او بعت الايميل. بكل بساطه الايميل جه فعلا اتبعت بدون اي مشاكل. بالنسبه لذيس ايميل was sent automatically with N8N، فدي علشان ان احنا نوقفها. باجي هنا عند الايميل وهقول له هنا عند الاوبشن append N8N attribution، هوقفها بالشكل ده، مش هتتبعت تاني. كده احنا ربطنا الجيميل بدون اي مشاكل. عايزين نربط كالندر، جوجل كالندر. طيب علشان نربط جوجل كالندر تول بحيث ان احنا نقدر ان احنا نحجز مواعيد، فانا هعمل تاني الكريدنشنالز، بس المره دي هنحتاج ان احنا نفعل من هنا. هقول له كالندر بالشكل ده واروح اعيد نفس الخطوات اللي انا عدتها. هقول له هنا عند الكالندر، هقول له ان انا هعمل له انيبل فعالي الابلكيشن ده جوه المشروع اللي انا شغال عليه. هتلاقي ان الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت بتوعنا اللي احنا استخدمناهم في جيميل او استخدمناهم عشان نبعت ايميلات هو نفسه نقدر ان احنا نستخدمه طالما ان هم جوه نفس المشروع. فهاخد هنا الكلاينت اي دي، يعني اللي انا عملته بس دلوقتي ان انا عملت اكتف لجوجل كالندر، بقول له ان انا هستخدمها. فهاجي هنا اخد الكلاينت اي دي بالشكل ده وناخد الكلاينت سيكريت ونعمل ساين ان وذ جوجل. طيب N8N هنا خلينا نختار اي كالندر. طيب هنا انا عايز ان الايجنت نفسه يقدر ان هو يحدد برضه هنبدا امتى وهننتهي امتى، يعني امتى الايفنت ده هيبدا وامتى ان هو هينتهي. وممكن كمان ان احنا نخليه يحدد الاتندنس بحيث ان هو يحدد مين الناس اللي هتحضر، وكمان الديسكريبشن يحط لنا الديسكريبشن بالشكل ده، وان هو يعمل كرييت كده. جميل. حاجه اخيره، الايجنت ما بيكونش عارف الوقت كام بالظبط، فانت علشان تديله معلومه زي دي هقول له تايم ديت ناو، وهديله بس هكتب بس الكود البسيط ده بحيث ان هو يبقى عارف الوقت كام دلوقتي بالشكل ده. هتلاقوا ان هي اتحولت معانا لفاريبل معين بيدي الوقت. فده ضروري لان هو ما بيكونش عارف ايه الوقت اصلا. في بعض المعلومات بيتوه فيها
وزي ما قلنا اصلا فكره الاي اي كلها مبنيه على ان هو بيشتغل مع داتا معينه. فهو لو وقع منه داتا زي الوقت دلوقتي كام، هتلاقيه ان هو بيعمل حاجات غلط بناء على ان هو اصلا مش عارف المعلومه دي. اللي انا هعمله المره دي ان انا هقول له بدل يبعت لي ايميل، هقول له احجز لي ميعاد مع علشان الميتنج الخاص بالاكاديميه النهارده الساعه 10، النهارده الساعه 10 مساء. وخلينا نشوف هيعمل ايه. كده بدأ ان هو يتحرك، هيفهم ان هو يستخدم جوجل كالندر لوحده، بس عايز اتاكد ان هو هيرجع يرد عليا ان هو حجز بالاسلوب اللي انا عايزه. حجز وبعت لي الرابط. خلونا ندخل نشوف حجز ولا لا. بالشكل ده فعلا حجزه زي ما انتم شايفين. ده الورك فلو اللي احنا عملناه. شكله حلو بس مش مهم شكله، المهم القيمه اللي هو بيقدمها للناس اللي ممكن يدفعوا لنا عليها فلوس، او القيمه اللي بيقدمها في حياتنا احنا. بالنسبه لي الحاجات اللي زي كده عملتها علشان سنتكس اكاديمي، في ان هو يعرف الاسعار والحاجات اللي زي كده، او لو هعمل حاجه زي دي. وفي نفس الوقت على واتساب لو ربطته بتولز مختلفه، تقدر من على واتساب ان انت على طول تبعت ايميل، او لو جالك ايميل معين يقدر ان هو يبعته لك على واتساب بحيث ان انت ترد عليه بسرعه. فالموضوع جامد بيعمل تاثير. وكده كده بما اني واخد unlimited work flows من هوستنجر، فبالتالي انا بقدر اتعامل براحتي، ما عنديش اي مشكله ان انا اعمل اوتوميشنز حتى لو كانت عبيطه او كانت بسيطه، لان هي في الاخر الكوست عليا انا خلاص دفعتها مره واحده، فبالنسبه لي مفيش مشكله. يا رب الفكره دي كانت مفيده. التربيطه بالشكل ده ان احنا نتعرض للنودز مختلفه، ان انا احاول اتعرض لزوايا مختلفه من الاوتوميشن على قد ما اقدر. لان انا فعلا شفت ناس كتير بيتعلموا مثلا البرمجه، بس في الاخر هو دماغه في البرمجه مش فاهم ان البرمجه هي حاجه انت بتتعلمها علشان تخدم بيها على بيزنس معين، تقدم فاليو معينه قصادها انت كمان بتاخد فاليو. فهنا نفس الكلام، فكر في الاوتوميشن كبزنس، ازاي ان انت تستخدم الاوتوميشن ده في ان انت تحل مشاكل موجوده، في ان انت توفر على حد وقت، في ان انت توفر على حد مجهود، في ان انت توفر على حد فلوس. لو وفرت النهارده على اي حد فلوس، طبيعي ان انت تقدر تاخد قصاد ده فلوس، او حتى مجهود او حتى وقت. دي كلها حاجات تقدر تاخد قصادها فلوس. يا رب الفكره لحد دلوقتي تكون واضحه، وهنكمل في حاجات تانية مفيده، وهنكمل في الفصول الجايه او الاجزاء التانية من الفيديو ان شاء الله. طيب دلوقتي ان شاء الله هنشرح مع بعض مفهوم مهم جدا وهتحتاجه بشكل كبير. احنا عايزين نفهم ازاي N8N بيشتغل ما وراء الكواليس. لو رحنا على الاوتوميشن اللي احنا عملناه هنلاقي فيه حاجات كتيره متربطه مع بعض. الحاجات دي من اماكن مختلفه. يعني عندنا شات جي بي تي من اوبن اي اي، عندنا هنا شات جي بي تي من اوبن اي اي، عندنا واتساب من ميتا، وعندنا جيميل وجوجل كالندر من جوجل. الحاجات دي ازاي ان هي بتكلم بعض؟ ايه اللي بيحصل بالظبط هنا؟ التريجر ده ازاي بيشتغل؟ ده N8N بيعرف منين ان في حد بيقول له شغل الاوتوميشن ده؟ ازاي بيجيب المعلومه دي؟ وبعدين ازاي بيتحرك بان هو بيبعت المعلومه هنا الواتساب، يقول له عايزين الملف ده، بعد كده بنبعت له ال HTTP request. ال HTTP request ده عباره عن ايه؟ دول بكل بساطه مفهومين مهمين جدا، مفهوم اسمه API وويب هوك. لو رحنا هنا على N8N وعملنا ان التريجر بتاعنا يكون ويب هوك بالشكل ده، هنا ويب هوك، اللي بيحصل ان هو بيديني هنا رابط، بيقول لي ابعت ريكويست على الرابط ده. ايه معنى اللي انا بقوله ده بالظبط؟ لما انا اجي اقول لفيسبوك اقول لهم ابعتوا لي رساله واتساب، ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان فيسبوك بيكون عندهم رابط معين، وانت تروح باعت لهم بيانات معينه، تقول لهم ابعتوا رساله واتساب للرقم ده. انت مش بتبعت على طول كده الواتساب تروح N8N تعمل التريجر الرقم هيروح لواتساب، لا مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انت بتروح لميتا او فيسبوك تقول لهم خدوا البيانات دي ابعتوا لها رساله على الواتساب. ده اللي بيتم بالظبط، بيكون رابط زي ده. فاحنا لو خدنا رابط زي ده وهقول له listen for خلينا نقول ان احنا هنبعت له دلوقتي اي ايفنت، وهروح لاي موقع هقول هنا send web hook بالشكل ده، او test web hook، اي موقع مش موقع بعينه. هروح عند الموقع ده، خلونا نشوف، او ممكن نستخدم بوست مان. هنا انا لقيت موقع بسيط اسمه ريك بن، فهديله الرابط بكل بساطه، وهقول له ان نوع الحاجه اللي انا هعملها هي جت زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهقول له هنا سند. لو رحنا هنا على الاوتوميشن بتاعنا هتلاقوا ان هو استلم الداتا واستلم حاجات مختلفه. ممكن ان انا ابعت له حاجه معينه، اقول له مثلا ان النيم مصطفى، والفكره دي فكره النيم مصطفى لو رحنا لها هنلاقي ان هي فكره قريبه من فكره الجيسون. هنا فكره الكي والفاليو، هنا الكويري بارامتر حاجه، لكن هنا في البادي اقدر اقول له هنا مسج ورك فلو واز ستارتد. فبالشكل ده احنا بنبعت ريكويست لفيسبوك، نقول لهم مثلا واتساب نمبر وليكن 1 2 3 4، وليكن ان المسج هي هلو
هاو ار يو. فده شكل تخيلي للي بيتم ان 8 ان بيروح باعت ريكوست لفيسبوك يقول لهم ابعتوا لي البيانات دي، وليكن الاند بوينت اسمها فيسبوك دوت سند واتساب مسج دوت كوم، ايا كان ايه الرابط ده بالظبط. ده بيكون متاح في الدوكيومنتيشن بتاع فيسبوك، ودي قصه مش عايزين نخش فيها. اللي انا عايز اتكلم فيه بكل بساطه ان دي فكره الويب هوك، ان احنا موقع معين بيبعت ريكوست، بيبعت طلب لموقع تاني زي ما حصل في ان 8 ان. فلما ان 8 ان جاله الريكوست ده عرف ان هو لازم يشغل الاوتوميشن. اول ما يجي له الريكوست ده لازم يشغل الاوتوميشن ويمشي في السيكونس بتاعته. الموضوع ده ايه المثال بتاعه الواقعي؟ ان بكل بساطه فيسبوك بيعمل ليسننج على الواتساب، ولما بيجي لك رساله على الرقم اللي انت حطيته يروح باعت ويب هوك لان 8 ان يقول له جت رساله، يروح باعت له الرساله، مين اللي بعتها، ايه محتوى الرساله، وشويه حاجات تانية. وبكل بساطه من هنا بيعرف ان 8 ان هو لازم يشغل الاوتوميشن من هنا. على العكس هنا ان 8 ان استخدم فكره الويب هوك، ده كده اتكلمنا في فكره الويب هوك. لكن هنا ان 8 ان بيبعت اي بي اي ريكوست، فبيجي يقول له بص المره دي بقى انا مش هستلم، انا هبعت، فخد الرقم ده ابعت لي عليه رساله ودي محتوى الرساله. فده الفرق ما بين الويب هوك ان انت بتستلم حاجه معينه بتعمل ليسننج عليها، وبين ان انت بتبعت اي بي اي ريكوست في ان انت بتبعت داتا معينه الاند بوينت او بتبعتها لموقع معين علشان الموقع ده ينفذ اجراء معين، من ان هو يديك بيانات او يحفظ بيانات او يعمل اجراء او اكشن معين، او حتى ان هو يعدل بيانات او يمسحها. لو رحنا على الملف ده اللي هتلاقوه في الوصف، فخلونا كده نعدي عليه بشكل بسيط علشان الرؤيه توضح اكتر. هنا الهدف من الاتمته انا حابب تاني ان انا اكد عليه، ان احنا نحول الموقع لموظف ذكي او ايا كان ايه الحاجه لحاجه ذكيه بتشتغل 24 ساعه. حتى لو ان 8 ان افترضنا ان هو الموظف، هو بيعمل حاجات معينه، بيجنريت ريبورتس معينه، بيبعت ايميلات معينه، بيجنريت كونتنت، فهو بيشتغل 24 ساعه. وان انت تقدر انت تعمل سكيل او تتوسع بدون ما تعمل زياده في عمليات التوظيف او توظف ناس اكتر. وكمان ان انت تخفض التكاليف، لان ان 8 ان لو قدر ان هو ياخد مكان موظفين فهياخد مكان عدد كويس منهم. وكمان زياده الارباح من نفس عدد الزوار، فبالتالي هو هنا بيقدر ان هو يحول العملاء بمعدل اعلى. طيب خلينا نتكلم عن المفاهيم الاساسيه اللي هي الاي بي اي والويب هوك. هنا بكل بساطه الاي بي اي طريقه الموقع او النظام انه يطلب او يرسل بيانات بشكل مباشر، زي ما اتكلمنا ان ان 8 ان بيبعت بيانات لفيسبوك يقول لهم يا جماعه لو سمحت ابعتوا لي رساله الرقم ده، هو اللي يبعت لهم. على العكس ويب هوك هو النظام التاني، هو اللي بيبعت لك اشعار لما يحصل حدث، زي ما رحنا للموقع اللي احنا استخدمناه وبعتنا اشعار ل N8N على الرابط اللي هم اداهولنا، فبالتالي N8N عارف ان هو لازم يشغل الاوتوميشن، من هنا الاوتوميشن بتاعه بدأ يشتغل. وبالتالي بتحاول البيانات الاي بي ايز بتحول البيانات وتنفذ الخطوات وتستدعي الويب هوك. الاداه هي بتربط ما بين الاثنين، N8N بتلسن للويب هوك وبتنفذ الخطوات عن طريق الاي بي اي، فهي بتلسن هنا الويب هوك. الاوتوميشن بيشتغل، بتبدا ان هي تنفذ الخطوات عن طريق اي بي اي، تبعت اي بي اي لواتساب، اي بي اي ب اتش تي تي بي ريكوست، ده اللي احنا بنستخدمه، ده النيتيف ريكوست ان احنا بنستخدمه، مش بنستخدم هنا تول معينه. وبالتالي بنبعت لشات جي بي تي، بنبعت لده نبعت لده نقول له اعمل لنا كذا، وبنستنى منه ريسبونس معين ان هو يقول لنا انا عملت كذا او ما عملتش كذا، فشلت فيه. طيب الموضوع بيتم ازاي ببساطه؟ في هنا حدث من المستخدم او النظام، بيحصل ويب هوك تريجر، بيتعالج البيانات وبيتم معالجه البيانات ونتحقق منها، وبالتالي الاي بي ايز بتشتغل في ان هي تبعت رساله لسي ار ام، لايميل، لواتساب، وبيسجل النتائج ويحصل ويبعت اشعارات. وهو الموضوع كله ويب هوكس، والموضوع كله اي بي ايز شغاله مع بعض. خلينا نعمل ناخد لمحه سريعه عن فكره ال HTTP او فكره التايبس بتاعت الريكوست. خلينا نقول ان اشهر حاجه هي فكره الجيسون. ال HTTP بتستخدم الجيسون زي ما شفنا، الجيسون اللي هو الشكل ده، كي ده بيكون كي وده بيكون فاليو. وهنا بيقول ان اغلب عمليات الاتمته بتتم عن طريق ال HTTP ريكوست، بنستخدم الجيسون. طيب احنا بنقدر ان احنا نعمل اكتر من اجراء. جيت بقول له هات، بوست بقول له خد بيانات، بديله بيانات، بوت بقول له تعديل، بوت او باتش بنعمل تعديل، بنعمل تحديث لبيانات معينه. وليكن ان انا عندي موقع معين وعايز احدث اسمي عليه وليكن، فخلاص هنا بنستخدم بوت. ديليت بنمسح،
لو رحنا هنا عند HTTP request اللي احنا استخدمناه هنلاقي ان الميثودز دي موجوده، الديليت، الجيت، الباتش او البوت، وكمان البوست. فدي العمليات بكل بساطه. خلينا نقول ان الموضوع بيتم عن طريق عمليه بنسميها CRUD، CRUD، create update delete read. الجيت انت بتجيب بيها البيانات علشان تقراها، البوست بتكرييت بيها بيانات او بتبعت بيها بيانات، البوت بتعمل بيها تحديث على بيانات، والديليت بتمسح بيها بيانات. ده الموضوع بكل بساطه. مثال هنا get example.com بلا بلا بلا، كده خلاص انت هنا بتجيب بيانات معينه، المفروض ان البلا بلا بلا ده يرجع لك بريسبونس معين، يرجع يقول لك انت عايز البوست رقم 1، ده البوست اهو تايتل وادي الفاليو بتاعته، ويبعته لك كجيسون يرجع لك بيه بالشكل ده، ويرجع لك بستيتوس 200 يعني اوكي. وكمان هنا البوست وبتبعت الجيسون، بتبعت مثلا بوست ليدز ان انت هت اي بي اي سي ار ام، لو انت عندك سي ار ام او حاجه معينه عايز تحفظ فيها البيانات، فبتبعت بيانات الليد، وبالتالي هو هنا من البوست بياخد البيانات دي يحفظها عنده في الموقع التاني. خلونا ناخد مثال هنا، لو احنا عندنا موقع ووردبريس فاحنا بنعمل متابعه تلقائيه، بعد كده بنستلم بيانات العملاء وبنحللها، واخيرا بنبعتها للسي ار ام. فده زي سيناريو سريع. فبيحصل هنا ان في عندنا ايفنت، في نموذج بيتبعت من الموقع، ارسال نموذج من الموقع، N8N بيستقبل بيانات في ويب هوك. فلو نفترض ان انا عندي موقع معمول بالووردبريس في فورم وليكن الاسم الايميل، فلما حد يعبي البيانات دي يديني البيانات ويدوس ارسال، البيانات دي بتروح عند ويب هوك على N8N، بيبقى قاعد بيسمع اللي بيحصل، وبعد كده بيتحقق من البريد والهاتف هنا زي فاليديشنز معينه، بيبعت رساله. هنا بيدخله في سيناريوهين على N8N، لو العميل او ليد قويه فبالتالي هو بيضيفه للسي ار ام ويبعت رساله للواتساب، لو العميل ضعيف فبيضيفه لحمله ايميلات تلقائيه. فهو هنا بيدخل في كونديشن زي ما عملناه، ان هو بيروح وليكن شمال يقول ان هو حد كويس، فبيبعت رساله للواتساب، وليكن انا مثلا صاحب الاوتوميشن ده، فهيبعت لي رساله على الواتساب يقول ان في كواليفايد ليد جالك وتقدر ان انت تكلمه، وفي نفس الوقت يبعت كمان هنا قلنا ان هو كمان يبعت رساله واتساب ويحفظه عندي في السي ار ام بحيث ان هو يكون موجود عندي. لو ما كانش كواليفايد فبالتالي هو هيحطه بس في ايميل كامبين او في اي مكان تاني بحيث ان انا اشتغل عليه في الايميل كامبينز الجايه. هنا فكره الاوتوميشن اللي بيتم بعدها ده مجرد مثال للسيكونس اوتوميشن، بس الفكره ان هو هنا بيحصل فورم معين، ايفنت معين بنلسن عليه بالويب هوك، فبيجي لنا البيانات دي ونقدر ان احنا نتعامل عليها بايا كان ايه الاوتوميشن اللي هنعمله. فيا رب الفكره تكون واضحه. كمان ممكن ان احنا نعمل نشر تلقائي للمقالات او المحتوى، ويكون المصدر هو جوجل شيت او نوشن، و N8N يسحب البيانات وينشئ مقال في ووردبريس ويبعته على ووردبريس على طول. يعني ان انت تعمل اكسل شيت او نوشن او ايا كان تحط فيه بس افكار للمحتوى، واعتقد ده عملناه في الفيديو اللي فات او الكورس اللي فات، وتدي له افكار للمحتوى، هو يبدا ان هو يجنريت المقالات دي وفي نفس الوقت يروح باعتها على ووردبريس بحيث ينشرها على طول. طيب الحته دي هعدي عليها بشكل سريع. انت هنا في الويب هوكس لازم تتاكد من التوقيع، تتجنب التكرار، وترد بسرعه لما تستقبل ويب هوك. هنا لو حد بعت لك ويب هوك بروفايدر، لو حد بعت ريكويست ليك، المفروض ان انت بيكون في ما بينكم اللي هو لما بنستخدم الهيدر ونستخدم الاوث توكن، التوكن بتاع الاوثنتيكيشن اللي احنا دايما بنروح نجنريته، ده المفروض لو انت بيجي لك ويب هوك ان انت بتتاكد منه. على سبيل المثال انا هنا هروح ادخل ده في كونديشن واقول له ان الريكويست ده، خلونا هنا نجيبه، هستخدم هنا اف ريكويست وهقول له مثلا وليكن ان الريكويست ده البارامترز بتاعته او وليكن طيب اي حاجه ان هي بتيكوال حاجه معينه. فهنا انا بتاكد ان الرمز اللي انا اديته له مظبوط. وكمان انت بترد ب اوكي ان انت استلمت الريكويست، بس هتلاقوا ان هو هنا N8N هنا بعت 200، فهو بيتولى العمليه دي نيابه عنك، مش المفروض ان انت تعملها، والباقي المفروض ان انت بتعمله في الخلفيه، بس المفروض بتبعت اوكي الاول. هي الفكره هنا بس ببساطه ان الحته اللي انت تخلي بالك منها في حاله ان انت عملت ويب هوك، في ان انت تراجع فكره التوقيع او فكره التوكن اللي بيجي لك. طيب ازاي N8N بيشتغل ما وراء الكواليس؟ زي ما احنا اتكلمنا ان بكل بساطه هو بيشتغل باسلوب اسمه ايفنت دريفن، وبيتكون كل فلو بيتكون من تريجر، فالتريجر ده بيبدا بويب هوك
بيحرك الدنيا كلها، او كرون جوب. جميل. يعني ايه فكره الكرون جوب دي؟ الويب هوك اتكلمنا عنه. ايه الكرون جوب دي؟ الكرون معناها ان انا اقول له للاوتوميشن ده اشتغل لي كل يوم او اشتغل لي كل شهر الساعه 5 يوم كذا. فدي ببساطه بنيجي نعملها بان انا باجي هنا عند ان 8 ان، وهقول له ان الايفنت بتاعي هيكون اون از كاجوالد بالشكل ده، وهقول له تريجر انترفال. فهدي له هنا ان هو كل ثواني، كل عدد ثواني معينه، ولا كل عدد دقائق معينه، ولا كل عدد ساعات معينه، ولا كل عدد ايام معينه، وادي له الرقم بتاعها. وهنا تريجر ات اور معينه، ان انا اخليه يشتغل في ساعه معينه، او تريجر ات مينيت، وان هو بالتالي في الوقت ده هيروح مشغل الاوتوميشن كله. فده المقصود بفكره ان هو بيشتغل بالويب هوك او الكرون. الويب هوك اتكلمنا عنه، ودي فكره الكرون بكل بساطه، ان انا اخليه لما يجي وقت معين او يجي ميعاد معين، يجي عيد معين، يجي مناسبه معينه، خليه يشتغل. بعد كده بيبدا ان هو يستخدم النودز. انا ليه الاول بشرح لك الحاجات دي؟ لو فهمت الحاجات دي هتفهم اصلا ان 8 ان مبني ازاي، فانت هتبقى فهمت الكونسبت من تحت، فهتعرف ان انت تشتغل براحتك في ان انت تركب النودز مع بعض، وان انت تحلل افكار وتعمل تقريبا افكار كتير، عكس من ان انا اقعد اشرح لك افكار كتيره. انا هنا بحاول اشرح لك افكار، وفي نفس الوقت بحاول اديك الاسلوب اللي هو شغال بيه، بحيث ان انت تقدر تستخدمه وما تقفش في حاجه. طيب النودز بتشتغل ب HTTP ريكويست، بفانكشنز، جوجل شيتس، تليجرام، ان انت بتربط الحاجات دي كلها مع بعض، والداتا فلو ان هي بتمشي خطوه بخطوه، نود ورا نود. واخيرا في حاجه اسمها لوجز وايرور هاندلنج، ودي بكل بساطه انت بتتابعها من هنا من الاكسكيوشنز، علشان تبقى عارف لو حصل اي ايرور في اي وقت، تبقى عارف ايه بالظبط الايرور اللي حصل وحصل فين. على سبيل المثال هنا بيقول ان في اكسكيوشن حصل، كل اكسكيوشن بيحصل بيتسجل هنا، بيقول authorization field please check your credentials. فانا هاجي هنا لو دوست هنا هفهم ايه المشكله بالظبط، وهفهم هي ليه حصلت واعالجها. فبالتالي هتلاقوا ان الاكسكيوشنز اللي جت بعدها ما فيهاش اي مشكله. فدي ببساطه فكره اللوجز والايرور هاندلنج. طيب هنا ده تاني سيناريو ويب تريجر بيحصل، البيانات بتتحول، بيمشي في سيكونس معين، اف كونديشن بلا بلا، بيبعت اي بي اي لسي ار ام، لجوجل شيت، لتليجرام، ايا كان. دي مجرد افكار. جميل جدا. نيجي بعد كده لمثال عملي شامل لووردبريس مع سي ار ام وواتساب وجوجل شيت. خليني اقول الاول ايه ده، او ايه الفكره اللي انا بعملها هنا. بالنسبه لي لما باجي اشتغل في البرمجه، فانا لازم الاول اعدي على مرحله بنحلل فيها نظام، بنحلل فيها متطلبات النظام. واحيانا الموضوع ده بيكون اكبر بان احنا بنكتب دوكيومنتس معينه، بان احنا نعمل تصاميم معينه، علشان النظام ده يكون واضح بالظبط، المشاكل اللي بيحلها، الشاشات اللي بيعدي بيها، الخطوات اللي المستخدم بيعدي بيها. بالنسبه لك المفروض ان انت برضه لما تيجي تشتغل على الاوتوميشن تكون محدد بالظبط انت هتعمل ايه، محدد بالظبط الاوتوميشن بتاعي هيبدا من هنا وهيروح هنا وهيروح هنا. والا لو انت مشيت بالاسلوب التاني، جيت مثلا قلت لك انا عايز اوتوميشن لما حد يبعت لي ايميل يرجع يرد عليه بايميل، فاللي انت هتعمله ان انت تدخل على ان 8 ان، تقعد تجرب وتربط الحاجات ببعضها وتجرب لحد الموضوع يشتغل معاك، وده موضوع مرهق جدا ومتعب جدا. فانت بالتالي ممكن بورقه وقلم، ولو الموضوع كبير ممكن تستخدم حاجات زي كانفا او حاجات زي كده في ان انت ترسم الاوتوميشن نفسه، وتقعد تفكر طب ايه احسن نود استخدمها هنا. طب انا ممكن استعين بكلود او شات جي بي تي في ان هو يحلل الفكره معايا. فبالتالي الموضوع ده هيكون مفيد بالنسبه لك جدا. هنا نفس الكلام، ده مجرد ان هو بيديك فكره هنا لفكره ان فانكشن مثلا في بي اتش بي بتبعت ويب هوك معينه. ده انا بوريك الكود ورا الكواليس في ان 8 ان مكتوب ازاي. هو مش مكتوب كده خالص خالص، لكن دي مجرد فكره، هو فعلا مش مكتوب كده خالص. وليكن ان هم عندهم فانكشن بالشكل ده، بغض النظر عن شكلها، هيقولوا send from to n8n، وهياخدوا entry، هياخدوا بيانات معينه. البيانات دي بيجمعوها الاند بوينت بتاعتهم اللي هيبعتوا عليها، وبكل بساطه بيروحوا باعتين لها بالشكل ده. ده الكلام ده كود ووردبريس. فده فكره الاوتوميشن، ان هي ممكن تتم حتى بره ان 8 ان، بره اي حاجه، بتتم في البرمجه عادي، بتتم بايثون عادي، بس ان 8 ان سهل الموضوع، وكمان ان هو من غير كود. ده مجرد بس فكره للحاجات ممكن يبقى شكلها بيتم ازاي ورا الكواليس. هنا ان انت تتابع الحاجه بتاعتك، ان انت تجانب التكرارات، تحط الحته دي ممكن ما نكونش اتكلمنا عنها، يمكن نتكلم عنها قدام شويه. فكره ان انت تعمل ريتراي لو حاجه فشلت، في ان انت تقعد تجرب لحد عدد مرات معين لحد ما توصل لها، وتسجل اخطاء ونتائج في جوجل شيت او تليجرام. وده مفيد في ان انت فعلا لو حصل عندك اي ايرور تبعته تسجله في جوجل شيت او تليجرام، وكمان تحدث الحاله بتاعته على جوجل شيت، بحيث ان انت تتابع الاوتوميشن بتاعك. اخيرا ده اسكي كود. المستخدم بيبعت تاني، المستخدم بيبعت نموذج، النموذج ده بيشغل الويب هوك
اللي على N8N، ومن N8N بياخدوا في سيكونس معينه او اوتوميشن معين في ان هو يبعت واتساب CRM جوجل شيت، والنتيجه في الاخر ان بيوصل اشعار للمسؤول. ان شاء الله الملف ده ممكن اظبطه شويه وتلاقوه في الوصف مع الاوتوميشنز، فتقدروا ان انتوا تستفيدوا بيه. دي الفكره بكل بساطه، يا رب ان انا كنت شرحتها وشرحت الجوانب بتاعتها. ما اعتقدش ان انت هتحتاج اكتر من كده. كتاكيد اخير على حاجه معينه، احب ان احنا نبص على ال HTTP ريكوست اللي احنا كتبناه ونراجعه مع بعض ونطبقه بالكلام اللي احنا قلناه، علشان لما تيجي تعمل اي HTTP ريكوست، وده هنعمله كمان شويه ان احنا نعمل HTTP ريكوست تاني، فالمفروض ان انت استيعابك ليه يكون احسن، فما تواجهش اي مشكله. لو جيت هنا بالشكل ده هنلاقي ان احنا استخدمنا عندي الميثود جيت ريكويست لان احنا هنجيب بيانات من واتساب، واستخدمنا الهيدرز الاوثرايزيشن، وحطينا البيرور توكن بتاعنا وحطينا التوكن. فبالتالي لما يروح ويب هوك لواتساب بكل بساطه هيروح عند مكان معين في واتساب رايح ببيانات معينه، فهم عرفوا انت مين من التوكن ده لما يجي يقول التوكن، وفي نفس الوقت هو رايح على URL بتاع ميديا معينه، فهو عارف الميديا دي ايه هي، فالريسبونس بتاعه هيرجع على طول. اول ما يستلم ده هيرجع على طول في ان هو يرجع لك الحاجه بتاعتك او يرجع لك الميديا اللي انت عايزها. يا رب الفكره تكون واضحه، ونكمل ان شاء الله في الفصول الجايه. طيب، واحده من الطفرات اللي حصلت في صناعه المحتوى هي الفيسلس او اليوتيوب اوتوميشن فيديوز، او ان انت تعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي، تعمل فيديو لشخص من غير وشه والفيديو كامل معمول بالاي اي. فدلوقتي هنبدا نستكشف ازاي ان احنا نعمل اوتوميشن يعمل لنا الموضوع ده بشكل تلقائي، وهنتعرض لزوايا خاصه بالموضوع ده شويه. الموضوع ده هنستخدم فيه الموديل بتاع جوجل اللي هو V3. فاول حاجه انا حابب اتكلم شويه عن فكره اليوتيوب اوتوميشن او الفيسلس فيديوز، اللي هي الفيديوهات المعموله بالاي اي، بغض النظر عن فكره اليوتيوب اوتوميشن. اول حاجه من ناحيه البيزنس انجل او التارجت اودينس، فدول كتير. انت عندك نوعين من الناس يدفعوا في حاجه زي دي، او الحاجه دي هتفيدهم بشكل قوي جدا. اول نوع، النوع اللي هو بيسوق لنفسه بالمحتوى، النوع اللي بيعمل محتوى علشان يسوق لبراند معين. النوع ده بالنسبه له ان هو يعمل محتوى يسوق من خلاله بجهد اقل، فده كويس لان صناعه المحتوى من الحاجات المجهده جدا. انا بعمل محتوى، صناعه المحتوى من الحاجات المجهده جدا. والناس التانيين اللي هم اصلا بيعملوا محتوى زي ان هم بيعملوا محتوى قصصي، بيعملوا محتوى في هدف منه معين ان هو يجيب منه سبونسر شيب للقناه بتاعته او حاجات اللي زي كده، او ان هو يكسب من صناعه المحتوى باي شكل ايا كان. خلينا نكون متفقين على البند ده من فوق بدل ما نقعد نذكر حاجات كده في النص. فدي حته لازم ان هي تكون في الحسبان، ان انت تعمل محتوى بالاي اي. الموضوع مفيد جدا جدا جدا، وبيحل مشكله كبيره، بيوفر مجهود كبير، بيوفر وقت كتير، وبيوفر مجهود ذهني، مجهود بدني، بيوفر حاجات كتيره جدا. من ناحيه الكوست، فالحته اللي احنا هنتكلم فيها دي مدفوعه مش ببلاش، بس عايز اقول لك ان الكوست بتاعتها ضعيفه جدا. يعني انت تقدر ان انت تتحملها لو انت شايف ان الموضوع ان انت تعمل فيديوهات ده بالنسبه لك هيكون مجدي. فانت بتتعامل معاه كمشروع، فبالتالي ان انت تصرف في الفيديو رقم صغير، ف يعني في الاخر الاوتكم او العائد اللي هيعود عليك المفروض ان هو اكبر من الرقم اللي انت بتدفعه بكتير لو انت بتستثمر في الحاجه دي وعارف انت بتعمل ايه. او لو انت تعمل الموضوع ده لحد، فالعميل بيتحمله بشكل كامل، هو اللي بيدفع الكوست دي، انت ما بيكونش ليك اي دعوه غير ان انت تعمل الاوتوميشن. وارنينج: صناعه المحتوى جزء منها هو اتصال البشر مع البشر. يعني انا كحد كانسان بحاول اتواصل معاك، بحاول ان انا اديك معلومات معينه، اعلمك حاجه معينه، اديك افاده او قيمه معينه. فهنا في ارتباط بشري بيحصل، في تحضير بشري حصل علشان اعمل السلايدز اللي انت شايفها، علشان احضر المحتوى، علشان اهندله بشكل معين. فبالتالي انا اقدر في الاخر ان انا اديك قيمه بناء على تجارب انا عملتها، بناء على حاجات انا جربتها، على محتوى انا درسته، على كورسات اشتريتها، فاقدر ان انا اديك قيمه معينه. فكره ان انت تعمل محتوى بالاي اي، مش عايز اقول ان هو مفيش من وراه قيمه كبيره، هتشتغل شويه علشان ان انت تطلع حاجه ليها قيمه. اغلب الناس اللي بيعملوا حاجات بسيطه. انا هنا هوريك، انا بديك ابعاد لحاجات معينه، لكن انت في الاخر اللي هتكون مسؤول عن الحاجه اللي انت بتنتجها وعن النتائج اللي هتجيلك. فبالتالي انا مش بقول لك اشترك في الحاجه دي، او مش ببيع لك كورس فبقول لك اعمل يوتيوب اوتوميشن وهيجي لك منه فلوس كتيره وكده. لا، انا لازلت مقتنع ان صناعه المحتوى اتصال بشري بحت. لكن بالنسبه لي من السيناريوهات اللي انا اتحطيت فيها، لو احنا رحنا عندي لسنتاكس اكاديمي، فالتسويق ليها الصراحه متعب جدا، ان انا اسوق للكورسات وان انا اتكلم عنها وابعت ايميل كامبينز. فكوني اعمل اوتوميشنز علشان اهندل الحته دي، او اعمل كاركتر معين يبدا ان هو يتكلم عن الكورسات اللي على المنصه. وطبعا الكلام ده ممكن ان هو ينشر فيديوهين 3 في الاسبوع، 4 في الاسبوع، لان تكلفه الفيديو في الاخر تقريبا مش بتعدي دولار. ف50 جنيه ان انت تعمل فيديو ده مبلغ رائع الصراحه بالنسبه لتكلفه صناعه المحتوى. فبالتالي انا ممكن اعمل حاجه زي دي تسوق للمحتوى
المحتوى وتتكلم عن الكورسات، عن النتائج اللي الناس بتجيبها، عن التحديثات اللي بتحصل على الكورسات، ده هيوفر عليا كتير. فهنا انا كحد بسوق لبراند او بسوق لبزنس قدرت ان انا استفاد منه. انا بديك نفسي كنموذج علشان تفهم اصحاب البيزنس مشكلتهم فين. بالنسبه لي كحد بيعمل محتوى نادرا لما بسوق لسنتكس اكاديمي يمكن بذكرها ما بين السطور، بس انا في الاخر حابب اكون صانع محتوى، بقدم محتوى مش حد بيطلع يبيع. فبالتالي انا عندي هنا حواجز بتمنعني ان انا اسوق للحاجات اللي انا بسوق لها. بس انا اديت لك هنا ان انا ممكن اعمل اوتوميشن، يعمل فيديوهات، ينزل فيديوهات يتكلم عن المنصه وعن الكورسات اللي فيها. فهنا انا حليت لنفسي مشكله كبيره جدا، وفي نفس الوقت عملت حاجه جامده ان انا اعمل اوتوميشن او حاجه تتكلم عن المنصه. انا عارف ان انا بديك يعني المفروض ان انت تقول لي طب قول لي الاوتوميشن بيتعمل ازاي. انا بحاول اديك حاجات اكتر من الاوتوميشن علشان تستفاد من الاوتوميشن، مش مجرد ان انا اديك خطوات ركب ده وده 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 وباب باب باب. لا، انا بحاول ان انا اديك خطوات تمشي عليها تقدر انت تستفيد منها، سواء كنت حد هيستخدم الاوتوميشن ده علشان يفيده في حياته او ان انت هتبيعه لحد فانت تبقى عارف هتدخله ازاي. طيب هنا ايه اللي احنا عايزينه؟ احنا عايزين على في موقع اسمه جوجل اي اي ستوديو، ده هنجيب الكريدنشالز من عليه، وعايزين اكونت على جيميناي هو كمان. طيب نروح نبدا ان احنا نعمل الاوتوميشن بتاعنا. اوتوميشن زي ده بالنسبه لي التريجر اللي هستخدمه فيه هو اون سكيدجولد. عايز ان انا اعمله كل يوم كل اسبوع، فهاجي هنا اقول له كل يوم في نص الليل او الساعه واحدة تريجر ات مينيت ايا كان، مش مهم قوي الدقيقه، ممكن على راس الساعه، وهخليه يشغل الاوتوميشن. بس بما اننا مش هنعمل كده فمش هستنى تريجر معين، ان هو مش هستنى ان الوقت ده يجي، فانا هستخدم الكليك عادي. هستخدم الكليك عادي لما ادوس هنا اكسكيوت ورك فلو. هنبدا ان احنا نرن الورك فلو. هو ايه الورك فلو اللي احنا بنعمله الاول؟ بس علشان يمكن انا ما شرحتش ده، يمكن الموضوع عدى عليا. احنا بكل بساطه هنعمل 3 حاجات. هنجنريت سكريبت، هنجنريت فيديو بناء على السكريبت ده وعلى معطيات معينه في السكريبت ده. 3 هنرفع الفيديو ده على يوتيوب. كده انت خدت الخطوه كلها، انت عملت 3 حاجات. هتجنريت سكريبت، ده ممكن يبقى لوحده بيحل مشكله. الثانيه هتجنريت فيديو، ده بيحل مشكله تانية خالص. الثالثه ان انت هتخلي الفيديو ده لوحده يروح يترفع على يوتيوب، فدي حاجه جامده الصراحه. اللي انا هعمله ان انا هنا هستخدم اي اي تول، هستخدم بيزك ال ال ام تشين، مش هستخدم جوجل جيميناي، لكن هستخدم هنا ممكن نشيل ده على طول لما يحصل اكسكيوشن. هنا ايه الخطوه دي؟ برضو انا عايز اشرح انا بعمل ايه، مش مجرد ان انا اركب نودز وخلاص. انا هنا هستخدم ال ال ام علشان يعمل لي جنريت سكريبت لحاجه معينه. فهاجي هنا اركب موديل اللي هو هيكون جيميناي تشات موديل، وهستخدم فيه الكريدنشالز بتاعتي. انا رابطها بس هقول لكم ازاي ان انتوا تربطوها. وكمان هاجي هنا هقول له ان انا ريكوايرد سبيسيفيك اوتبوت فورمات. ليه؟ لما اجي ارفع فيديو على يوتيوب انا محتاج تايتل، محتاج ديسكريبشن، ومحتاج السكريبت نفسه اللي هجنريت بيه الفيديو. فانا هنا هقول له ان انت لما تتكلم، بقول للبيزك ال ام تشين ده لما تتكلم مع جيميناي اعمل لي بارث. هنا هستخدم اوتبوت بارث، هنشوف هنستخدم ايه علشان يجنريت علشان يديني اوتبوت معين كجيسون. هنفهم الفكره دي اكتر واحنا بنطبقها. بس المهم ان انا دلوقتي علمت في ال ام، علمت على require specific output format. وهاجي هنا في الاوتبوت بارثر هستخدم structured output parser دي. وهاجي هنا هقول له ايه المخرج اللي انا عايزه. اللي انا عايزه كالتالي، ان انا عايز title ك JSON فورمات، وهقول له this is the title بالشكل ده. وهقول له هنا description، وهنا هقول له description، وفي الاخر هنحتاج السكريبت، وهقول له هنا script بالشكل ده. وهنا نتأكد ايه المشكلة اللي موجودة. expected after ماشي. هنا علشان هنا كده بالظبط لازم ان انت تحط الكي جوه دبل كوتس وكمان الفاليو. فاحنا عندنا هنا نفس المشكله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا ايه اللي انا بعمله من الخطوه اللي انا بعملها دي؟ اللي انا هعمله احنا ممكن نشيل الكليك ده ونحط بداله احسن شات علشان نقول له ان هو يعمل لنا فكره معينه، او خليها الكليك مفيش مشكله. وهقول لكم ليه انا كنت هحط الشات يمكن تفيد حد. ايه اللي انا بعمله؟ ان دلوقتي لما ادوس كليك هنا المفروض ان هو يروح البيزك ال ام، يروح لجيميناي يجيب منه داتا معينه، وبعدين يعمل لها بارثنج بحيث ان هي تطلع بالشكل ده. خلوني كده ايه نحط هنا البرومبت بتاع اليوزر. لا عايزين عايزين اللي هو currently no item exist add prompt. هنا السيستم برومبت هقول له
generate a script for something. هنا بقى هنيجي لحته البرومت هنقف عندها شويه. طيب خلينا نكون واقعيين. النهارده لو انا حد مثلا هعمل فيديوهات لسنتكس دوت اكاديمي، لو انا حد اعملها لها، فانا مش هعمل فيديوهات راندوم، لا انا هعمل فيديوهات مدروسه بالظبط هتتعمل ازاي. هعمل فيديوهات الكاركتر اللي بيتكلم شكله عامل ايه، الاكشنز اللي بتحصل شكلها بيحصل ازاي، السكريبت الفورمات بتاعته عامل ازاي. فالحته دي انت لازم تاخد فيها وقتك علشان تجنريت سكريبت بشكل كويس. اللي انا هعمله بكل بساطه، لو رحنا هنا على اي اي ستوديو جوجل دوت كوم مودلز في 3، عندي هنا في الويب سايت بتاعهم في حاجه اسمها how to create effective prompts with V3. فانا هنا انا عايز ان انا افهم البرومت بتاعهم بيتكون ازاي، وانا ممكن اخد الصفحه دي زي ما هي كوبي، اروح لجي بي تي وهاجي اديله كل الكلام ده وهقول له based on this article مثلا generate a prompt. طيب دلوقتي اللي انا عملته ان انا قلت له انا محتاج ايه بالظبط، وفي نفس الوقت اديت له حتى البيانات بتاعه كورس الفريلانسنج. فخلونا كده نشوف. هو اداني هنا سكريبت جميل. ماشي، ممكن ان احنا ناخد ده نجربه. فانا هاخد ده هخليه يجنريت سكريبت بناء عليه. بس خلونا هنا نشوف. لا، اللي انا عايزه خلينا ناخد الموضوع خطوه لورا. انا مش عايز حتى شات جي بي تي يديني السكريبت، انا عايزه بس يديني البرومت اللي انا هديه لجيميناي، علشان جيميناي هو جنريت السكريبت. بما انهم هما الاثنين من جوجل، فالنتائج بتاعته هتكون قريبه اللي هيفهمها الموديل اصلا اللي تبعهم. فانا هقول له اديني بس البرومت وخلي المشاهد سينمائيه ودراميه ودافيه، يعني اللي هو الاسلوب اللي انا بحاول اعمله في الفيديوهات بتاعتي. فهنا واضح طلع لنا حتى الاوديو ديزاين الفيجوال ستايل جميل جدا. هاخد البرومت ده واديه هنا لل ام اللي هو هيبصيه في الاخر لجيميناي، وخلونا نشوف كده ايه اللي هيحصل لما نبدا ان احنا نشغله. طلع عندي ايرور. هنا الايرور ده علشان المفروض ان هو مش كونكتد بشات معين. فهنا بس هقول له generate في اليوزر برومت generate the script. دلوقتي تاني نعمل execute. جميل. طيب اللي هو عمله ان هو طلع لنا هنا تايتل، طلع لنا ديسكريبشن زي ما انتم شايفين. هنا الاوتبوت ده نقدر ان احنا نستخدمه في يوتيوب على طول لو احتجت انت تستخدمه في يوتيوب. وهنا زي ما انتم شايفين بيشرح المشاهد بشكل كويس. وخلونا ان احنا نجنريت الفيديو نفسه. لو جيت هنا هاجي عند هنيجي عند جيميناي، جوجل جيميناي، وهعمل جنريت فيديو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب خلونا هنا في المرحله اللي احنا فيها دي نركب التوكنز مع بعض، حتى هي نفس التوكنز اللي انت هتستخدمها هنا علشان تكون واضحه بالنسبه لك. هنا هيقول لي ان انت ركب توكن، فانا هضيف توكن جديد علشان نعمله مع بعض. اللي انا هعمله ان انا هروح عند جوجل اي اي ستوديو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهدوس هنا على جيت اي بي اي كي. اللي انا هعمله اول حاجه ان انا هجنريت بروجكت جديد، هقول له جنريت بروجكت. فممكن اكتب هنا تيست او اكتب يوتيوب اوتوميشن بالشكل ده، وهعمل كرييت للبروجكت ده. بعد كده هروح عند الاي بي اي كيز وهعمل كي جديد هسميه هنا يوتيوب اوتوميشن. وهنا هنختار البروجكت اللي هو يوتيوب اوتوميشن وهعمل كرييت للكي ده. دلوقتي الكي اللي هيطلع معايا هاخده كده واحطه في الاي بي اي كي، ادوس هنا سيف. كده امورنا تمام. طيب نختار الموديل، هنختار اللي هو 3 جنريت بريفيو، ده جامد الصراحه. وبعد كده البرومت هدينه السكريبت اللي طلعه لي جيميناي، وريتيرن از فيديو. هنا في الاوبشنز هختار الديوريشن تكون 8 ثواني. الاسبكت ريشيو انا عايز ان هو يكون بيبرير فور شورت فورم، انا عايز ان هو يكون شورت فورم كونتنت، ده هيكون اسرع في الانتشار وهيكون هيكون مناسب اكتر. نعمل اكسكيوت للستيب ونشوف النتيجه اللي هتطلع. جميل قوي. دلوقتي الفيديو رجع. خلونا ان احنا كنت نشوفه مع فاكر إن بعض. الحرية حلم بعيد. طيب هو هيحتاج شويه شغل، وهو كمان حاطط موسيقى، وده يعني ده انا مش بستخدم موسيقى، فهو يحتاج شويه شغل. بس عامه النتيجه يا جماعه جامده، يعني الصراحه ان انت تعرف، انتوا فاهمين قصدي، ان انت تعمل فيديو بالشكل ده، ده شيء جامد جدا. اخر حاجه ان انت ازاي ترفع الفيديو على يوتيوب بحيث ان الموضوع ده يبقى اوتوميتد بالكامل وما تضطرش ان انت تتدخل فيه. فانا هاجي هنا عند يوتيوب
وهعمل هنا ابلود فيديو وهديله البيانات كالتالي. الاوبريشن هتكون ابلود، هاجي عند السكيما او الجيسون سكيما، وهنروح عند البيزك ال ام تشين ده اللي احنا خدنا منه التايتل، نحط في التايتل، وكمان هنحط هنا في الاوبشنز نحط الديسكريبشن، هنحط الديسكريبشن بتاعنا. عشان كده احنا عملنا فكره ان احنا نبارث النتيجه بشكل معين. وهنا هتحط الدوله بتاعتك، بالنسبه لي ايجيبت، وهنا هتختار الكاتيجوري، يعني ده ممكن يكون نوع من انواع الاديوكيشن. وكمان بس كده امورنا كويسه. اخر حاجه هتعملها ان انت هتحط الكريديشنز بتاعتك زي ما عملنا، ان احنا زي قلنا ان احنا نتعامل مع اي سيرفيس على جوجل. الفكره ان انت هتعمل انيبل ليوتيوب وتضيف بس البيانات هنا. حابب اقول حاجه، طبعا انت خلاص بعد ما تعمل كده هتعمل اكسكيوت والدنيا خلصت. لو انت عايز تعمل الموضوع ده بشكل حقيقي هتشيل دي وتحط بس هنا ان التريجر يكون كل وقت معين، وفي نفس الوقت هنا كل وقت معين، كل يوم او كل اسبوع او كل ايا كان. وفي نفس الوقت هتخليه ان هو يعدي في النص على ملف او حاجه ياخد منها افكار بحيث ان هو يعملها. واخيرا قبل ما يتنشر لازم ان انت توافق عليه، فانت لازم هنا تقول له ان انا محتاج ان انا اوافق على الحاجه دي. حابب اقول على حاجه بخصوص النتيجه اللي طلعت. الموضوع احيانا بيحتاج شويه تجارب علشان تطلع بفورمات معين، وفي ناس بتكون عملت حاجات معينه وبيطلعوها بسيم كويس حلو سينمائي، تقدر انت تاخد البرومت بتاعهم وتعدله على حسب المحتوى اللي انت عايزه جواها او المشاهد اللي انت عايزه جواها. وطبعا في الحته دي انصحكم ان انتوا ترجعوا ل how to create effective prompts with V3. فانا هسيبه لكم في الديسكريبشن، تقدروا ان انتوا تقراوا بالظبط ازاي. شايفين يعني مشاهد مثلا زي ده حاجه خرافيه الصراحه، والجوده قويه قوي، فالموضوع جامد. فانا هسيب لكم ده هسيب لكم حتى الرابط ده في الديسكريبشن، اللي تقدروا ان انتوا منه تعرفوا ازاي تكتبوا برومت او تدوا لشات جي بي تي بحيث ان انتوا تدربوه على حاجات معينه وتقدروا ان انتوا تاخدوا النتيجه دي علشان في الاخر نتيجه الفيديو اللي طالعه تبقى بالنسبه لكم مقبوله وتبقى كويسه جدا، وتقدر ان انت تستعملها فعلا وتحقق بيها نتائج ايا كانت اي النتائج اللي انت عايزها. كل اللي احنا اتكلمنا فيه لحد دلوقتي كلام جميل، لكن هو ملهوش اي معنى لو ما قدرناش ان احنا نستغله في ان احنا نحقق بيه اي نتائج، زي ان احنا نكسب بيه فلوس او ان احنا نفيد بيه نفسنا. هكلمك عن 4 طرق تقدر بيهم ان انت تجيب عملاء. ال4 طرق دول المجربين في السوق، اللي الناس بتعملهم، اللي الناس كلها شغاله بيهم من البيت. هو نفس الاساليب اللي انت بتستخدمها علشان تقدم اي سيرفيس اونلاين، هي نفس الاساليب دي ال4 اساليب اللي انت تقدر تعملها. هكلمك عنهم واحده واحده، وهكلمك عن كل واحده فيهم، وفي الاخر هقول لك على الواحده اللي انا شايف ان هي الكينج او البرنس بتاعهم. اول حاجه في عندنا حاجه اسمها كولد اوتريتش. انا عايز اقول لك على حاجه الاول. لو انا هبيع خدمه لحد انا لازم ابقى عارف مين هو وايه المشكله اللي عنده. خليني اقول على سبيل المثال، زي ما قلت لكم الكيس اللي انا قلت لكم عليها، ان انا في طبيب كلمني بيعمل اعلانات لحد مستوى معين، بيصرف وليكن 500 جنيه في اليوم، بيجي له 500 رساله مش قادر ان هو يرد عليهم، وهو عايز يزود العدد ده علشان يجي له عدد عملاء اكتر، لان لو عمل سكيل الاعلان الطبيعي هيجي له رسائل اكتر، الطبيعي انه هيجي له منها عملاء اكتر. فبالتالي هنا البين بوينت بتاعته ان هو مش قادر يسكيل في الاعلانات، مش قادر يرد على الناس، هيرد على مين ولا مين ولا مين ولا مين. فهنا دي البين بوينت بتاعته. فانا عرفت العميل بتاعي اللي هو حد بيعمل اعلانات على فيسبوك، لو انا عايز امسك نيتش واسع قوي، حد بيعمل اعلانات على فيسبوك وعايز حد يتابع له، يرد على الناس، يديهم معلومات، حاجات زي كده. الموضوع ده بص واسع جدا جدا جدا، ممكن انت تبقى متخصص قوي فيه في ان انت بس تستهدف الدكاتره او الناس اللي عندهم جيمات او وممكن انت تستهدف الناس دي كلها، لان النوع ده منه مثلا حد يدخل يسال على واتساب طيب المنتج متوفر ولا لا، انت هنا دخلت في حته تانية، دخلت فكره الاي كوميرس. فهنا انا عرفت مين العميل بتاعتي، عرفت البين بوينتس اللي عنده. تمام. فالكولد اوتريتش ان انا بدخل اكلمه، يعني لقيت صفحه على فيسبوك بيعملوا اعلانات بدخل اكلمه، لقيت حد على لينكد ان حاسس ان هو ممكن يستفاد من الخدمه بتاعتي او من الاوتوميشنز اللي انا بعملها، او ان هو ذكر في بوست ان هو بيعمل حاجه معينه، فانا عرفت منها ان ممكن في حته معينه في بين بوينت او في مشكله بيعدي بيها، فانا هبدا ان انا ادخل اكلمه بشكل مباشر جدا، اقول له انا فلان الفلاني بشتغل اي اوتوميشن، بعرف اعمل كذا، وده البورتفوليو بتاعي، عملت كذا. ودي هاجي لكم فيها شويه في نقطه جايه كمان شويه، فكره البورتفوليو وان هو ضروري ان هو يكون عندك، وازاي ان انت اصلا تعمله لو انت ما اشتغلتش مع ناس قبل كده. فبالتالي انا بدخل ان انا اكلمه بشكل واضح وصريح واقول له باشا انا عايز اشتغل معاك، انا اقدر ان انا اعمل لك الحاجه دي، ولو وانا ما عنديش مانع ان نعمل كده لحد دلوقتي. في بعض الحاجات بدخل فيها لحد انا اعرفه اقول له انا هعمل لك الحاجه دي ببلاش، وشوف الامباكت او شوف التاثير اللي هيحصل عليها، وبعدين يبقى نتكلم في الفلوس. فاعمل كده عادي مفيش اي مشكله.
وزي ما قلت لكم الموضوع ده جامد. انت بتحقق للناس، بتحل لهم مشكله كبيره ان انت تعمل اوتوميشن يجنريت حاجه زي كده، او صناع المحتوى زي الاوتوميشن اللي احنا عملناه. ان انا ادخل لحد اقول له حد عايز يسوق المحتوى عايز يسوق للبراند بتاعه، مش عارف يعمل محتوى، مش قادر ان هو يعمل محتوى، شايف ان صناعه المحتوى صعبه. فانا ممكن ادخل اقول له ان انا ممكن اعمل لك اوتوميشن يجنريت الفيديوز بشكل معين وهتقاضى قصادها كذا. فدي اول حاجه الكولد اوت ريتش علشان نطلع منها. فكرتها ان انت تشوف العملاء المستهدفين بتوعك فين وتروح لهم، تدور على جوجل مابس تجيب ايميلات، تدخل على لينكد ان تكلم الناس، تدخل على فيسبوك تكلم صفحات معينه او ناس شغالين في حاجات معينه. ده الكولد اوت ريتش. تاني حاجه هي الفيسبوك جروبس، ان انت تروح على فيسبوك جروبس. طبيعي ان العملاء بتوعك يكونوا موجودين فيها، وصدقني الموضوع ده جامد وبيجيب نتائج. انت هتكون موجود على نوعين من الجروبات، الجروبات اللي ليها علاقه بالمجال بتاعك اللي هو الاي اي اوتوميشن، لان صدقني العملاء اللي عندهم مشكله في الحته دي بيروحوا على الجروبات دي ويدوروا، او يروحوا يتابعوا الناس يشوفوا الناس بتتكلم عن ايه. فانت بتروح هناك وتنشر ان انت عملت يوتيوب اوتوميشن، عملت اوتوميشن بيعمل كذا، عملت اوتوميشن بيعمل كذا، تتكلم عن الاوتوميشن، تدي نصايح للناس. انت هنا انت بتسوق لنفسك بالمحتوى بالمناسبه، وصدقني الموضوع ده بيجيب مع ناس كتيره، فهو مهم. ما تفتكرش ان هو كده عبيط وخلاص. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك حتى العملاء نفسهم، لو انا حد خلاص اكتشفت المشكله بتاعتي وعايز اروح اجيب حد، الطبيعي ان ثقافتنا ان احنا بنروح على جروبات الفيسبوك، فبنروح ندور طب ممكن حد يعمل لي الحته دي، طب انا سمعت عن الاوتوميشن، هل الفكره دي ممكن ان هي تحصل؟ يعني احيانا في ناس بيكلموني او يكتبوا لي كومنت، هل الفكره دي ممكن ان هي تعمل بالاوتوميشن؟ فنبدا ان احنا نتكلم، فممكن ان هي يجي منها شغل. فدي فكره الفيسبوك جروبز، ان انت تكون موجود عليها تجنريت كونتنت، تتكلم عن الاوتوميشن وتدي الناس نصايح للناس اللي حابين ان هم يتعلموا الاوتوميشن. وصدقني لو انت سابق حد بخطوه فده انت ممكن تديله نصيحه عادي. حتى انت في الاول خالص ممكن تكلم الناس ايه اهميه ان هم يتعلموا الاوتوميشن، فانت مش مطالب ان انت تتكلموا في حاجات تكنيكال وهنا ازاي تعمل كذا وازاي تعمل كذا ولو جاتك مشكله هنا كذا، لا مش لازم ان انت تعمل كده. فخليك موجود على جروبات الفيسبوك، جنريت محتوى عليها، انشر محتوى، وفي نفس الوقت هيجي لك هتلاقي ان عميل شاف المنشورات بتاعتك وعجبته، او ان هو نفسه بينشر بشكل صريح ان هو محتاج حد يعمل له فكره معينه. تالت حاجه وهي فكره الفريلانس ويب سايت، ان انت تدخل على مواقع زي ابورك، زي مستقل، زي فريلانسر دوت كوم. بس خلي بالك انت لازم تفهم المجال اللي انت داخل عليه كويس. ثقافه المجال ده في الغرب موجوده، والناس عليه طلب جنوني في الغرب. يعني لو عرفت ان انت تروح تشتغل على ابورك او تشتغل على فريلانسر دوت كوم جامد، بس الاوتوميشنز المطلوبه هناك في الغالب ما بتكونش زي ما انت متخيل، مش ما بتكونش حاجات سهله كده. يعني هتضطر ان انت تشتغل على نفسك اكتر. وهنا انت لازم تعمل حاجه، وفي حاجه قلت لكم اقول لكم عليها دلوقتي. اللي انت لازم تعمله ان انت تروح على موقع العمل الحر لو انت قررت ان انت هتشتغل عليها، تشوف اصلا ايه انواع الاوتوميشنز اللي بتطلب هناك، الناس دي عايزه ايه الاتجاه اللي عندهم، ايه الاوتوميشنز اللي بتخدمهم، ايه البين بوينتس اللي انت ممكن تلعب عليها، ايه نقاط الالم اللي انت ممكن تلعب عليها. فانت بتروح على مواقع العمل الحر وتفهم بالظبط العملاء بتوعك، تفهم هم عايزين ايه، وبناء عليها بترجع تدرس اللي هم عايزينه. او خلاص لو انت مستكفي باللي انت درسته، حاسس ان انت ممكن تعملها مع شويه مساعده من الاي اي، فما فيش مشكله. الحاجه اللي انا قلت لكم عليها ان انت لازم يكون عندك معرض اعمال. اي حد من الناس دول اسهل طريقه تقنعه بيها ان انت توري له شغلك اللي عملته قبل كده. ايه الشغل اللي انت عملته قبل كده؟ التدريبات اللي انت عملتها في الكورس ده، لو عملت زيها بالظبط فده شغل انت عملته قبل كده، لو عرفت ان انت تشغلها، لو عملتها وشغلتها. اي اوتوميشن عملته، اي حاجه انت عملتها، مش لازم تكون لعميل، بس حاجه موجوده تقدر ان انت تديها له كاثبات. نوع من انواع الاثباتات اللي انا بستخدمها احيانا في حاجات ما بيكونش عندي فيها معرض اعمال، ان انا فاهم بالظبط، حاطط ايدي على الجرح عند العميل. فانا لما بدخل اتكلم معاه يعني من كتر ما انت بالظبط بتشرح له الحل، او بتشرح له انت هتحل له الموضوع ازاي وهتستخدم كل حاجه، العميل خلاص بيسكت. ومش ما بدخلهوش في تفاصيل تقنيه. يعني ما بقعدش اقول له بص انا هستخدم لغه برمجه كذا وهستخدم ان 8 ان، انا ماليش دعوه، انا عميل عايز حاجتي. وحتى حد من قريب عمل معايا حاجه زي دي، ان انا وظفت حد لتسكيه معينه، واتفاجئت بعد ما وظفته ان هو اصلا معرض الاعمال بتاعه او البروفايل بتاعه ما بيقولش كده، ما بيقولش ان هو شغال في الشغلانه دي، بس من كتر ما هو وصف لي هيحل لي المشكله اللي عندي ازاي، صباح الفل. كان بالنسبه لي حد ريكومندد جدا. طيب اخر حاجه اللي انا شايف ان اي حد لازم يعملها بعد المراحل دي كلها هي التسويق بالمحتوى.
ان انت تعمل محتوى تسوق بيه لنفسك. التسويق بالمحتوى هو المستوى الثاني من العمل الحر. لو انت احنا حتى شفتوا اكيد فيديوهات كتيره. انا قررت ابني ايجنتس في الاي اي اوتوميشن، قررت ان انا شفت عملت كذا في الاي اي اوتوميشن، عملت كذا في الاي اي اوتوميشن. هنا هو بيجنريت كونتنت بيعلم بيه الناس وبيشارك تجاربه، وفي نفس الوقت هو بيسوق لنفسه. لان بعدين لما حد يجي يشوف ان هو عملت مثلا، خليني النهارده نشرت فيديو قلت ان انا عملت اي اي اوتوميشن حل مشكله العياده، كل الناس اللي عندهم عيادات او اغلب الناس اللي عندهم عيادات هيفكروا ان هم لما يشوفوا وعندهم نفس المشكله ان هم يكلموني ويطلبوا مني نفس الاوتوميشن. فانا هنا عملت تسويق لنفس المحتوى، وده افضل انواع التسويق. انا مش عارف انا ليه مسحت البتاع ده افضل انواع التسويق على الاطلاق. كل الحاجات دي يعني بتيجي حرفيا بعد توفيق ربنا، وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده مجرد اسباب، دي ارزاق. يعني انت ممكن تعمل الاربعه وما يظبطوش معاك، ممكن واحد من اول ايميل يبعته يكسب 100 $200، ده ممكن يحصل وده بيحصل اصلا، مش ممكن ان هو يحصل. فكل الحاجات دي بتيجي بعد توفيق ربنا. ابذل اللي عليك واعمل اللي عليك، اعمل اوسع حاجه تقدر انت تعملها، وبعدين النتائج ان شاء الله تكون كويسه. لو انت مسكت المهاره بشكل كويس، فهمت بالظبط العملاء المستهدفين، فهمت بالظبط المشاكل اللي انت بتحلها، وعرفت العملاء بتوعك. واخيرا تقدر ان انت تشوف الكورسات بتاعتي، كورس الفريلانسنج او كورس التسويق بالمحتوى، وغالبا بيكون في باقه بتشمل الاثنين. والكورسات دي انا بعمل معاها جروب للمتابعه، بتابعك فيها وبشوف احنا بنتحرك ازاي مع بعض. حابب انبه ان انا جوه الكورسات دي مش بعلم مهاره، مش بعلم اوتوميشن، انا بعلمك ازاي ان انت تستغل مهاره عندك، او لو انت حابب تسوق نفسك باي شكل في ان انت تقدر ان انت تسوق الحاجه دي. في كورس التسويق بالمحتوى على سبيل المثال، انا بساعدك حتى لو انت لسه بتبدا في ان انت تتعلم المهاره في ان انت تسوق لنفسك من بدري. لان انا واحد من الناس، انا لو كنت فهمت ايه صناعه المحتوى، وناس كتير قالت لي كده، ناس كتير اصحابي قالوا لي كده لما شافوا الكورس ده، لو كنت فهمت ايه هي صناعه المحتوى كنت عملتها من اول يوم بدات ان انا اتعلم فيه برمجه. كنت شاركت ازاي انا قررت اتعلم برمجه، ايه الدوافع والاسباب، وهبدا ان انا اتكلم عن الرحله بتاعتي. فانا ما كنتش استنى ان انا لما اوصل لخبره معينه. ولو ان الصراحه كونك في خبره معينه او في مكان معين ده ممكن يخليك مرتاح اكتر وانت بتعمل محتوى. فعامه لو حسيت ان انت محتاج مساعده، او حسيت ان كورس من الكورسات دي مناسب بالنسبه لك، او حسيت ان هو يفيدك في حاجه، هكون سعيد ان انت تنضم لينا في الجروب بتاع المتابعه. المعلومات اللي انا قلتها هنا لو انا خدتها في الاول هتكون بالنسبه لي كفايه ان انا ابدا اطبقها. لو عجزت في حاجه، يوتيوب مليان محتويات بتتكلم عن كولد اوت ريتش، عن ازاي نستغل اف بي جروبس، عن الفريلانسنج، ويب سايت، التسويق بالمحتوى في ناس اتكلموا عنه بشكل ما. فهتلاقي ان ان شاء الله مفيش حاجه تقف معاك، وان شاء الله ربنا يوفقك وتقدر ان انت تحقق نتائج كويسه. ما تحسش دايما ان انت واقف على كورس معين او واقف على حاجه معينه علشان تعمل كده، وانا مش بحاول ابيع، انا مجرد بقول لك لو انت حسيت ان الحاجات دي هتفيدك اكتر او هتسهل عليك الطريق. يا رب ان الكورس ده كان مفيد بالنسبه لك، اتعلمت فيه حاجات جديده. قول لي رايك في الكومنتات ضروري، في الشرح، في كل حاجه، اللي عجبك واللي ما عجبكش علشان اطور فيه في المرات الجايه. لو حسيت ان هو كويس فاتفاعل معايا، اعمل لايك، اعمل كومنت، شير. لو انت حاسس ان هو ممكن يفيد حد، انا اكيد ببذل في الكونتنت ده مجهود كبير، وناوي ان انا اعمل لكم ان شاء الله محتوى جامد جدا الفتره اللي جايه. فبالتالي انا احب ان انا اشوف دعم النفس الانسانيه، كل ما تشوف دعم اكتر كل ما تحمس اكتر ان انت تشتغل. فكده ربنا خلقنا سبحان الله. فسعيد ان انا كنت معاك في الكورس ده، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في كورس او فيديو تاني قريب. اكتب لي في الكومنتات ايا كان اللي يجي في بالك علشان يساعدني ان اطور في المحتوى اللي جاي، واعمل محتوى احسن، واعمل حاجات تفيدك اكتر. لو حسيت ان في مشكله في اي حاجه قول لي عليها، بحيث ان احنا نحسنها في الفيديوهات والكورسات الجايه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو او كورس جديد، والسلام عليكم.